أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. نقطة ومن أول الصفحة مش من أول السطر، وكأننا نبدأ من جديد. الصورة مختلطة تماما، محدش عارف هنبتدي منين. البعض يرى أن الإعلان الدستوري بيقول انتخابات البرلمان قبل الانتخابات الرئاسية. هل معنى ذلك أنه يمكن تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ المجلس العسكري بينتظر الحكم، أن يصلوا الحكم من المحكمة الدستورية ليقرر ما يأتي، خاصة أنه الآن أصبح السلطة التنفيذية والتشريعية. هل يمكن أن نتحدث عن تسليم السلطة في 30 يونيو؟ أصبح هذا كلام بعيدا تماما. البعض يتعامل مع الأمر على أنه فتنة جديدة. أرجو أن يلتفت الجميع. مصر تحتاج إلى تكاتف الجميع وينظرون فيما حدث، أيا كان من يراه سلبيا أو إيجابيا، على أنه فرصة. أكيد كل من هو ثوري أو شارك في هذه الثورة يشعر بالخطر، ولكن هل يمكن أن يكون لهم دور جديد؟ هل يمكن أن تبدأ الثورة أن تجني ثمارها من الآن وتبدأ في وضع أسس وتشارك القوى الحاكمة أو المجلس العسكري في وضع ضوابط للجمعية التأسيسية في شكل الدستور القادم في انتخابات برلمانية تضمن لها تكافؤ فرص بين كل القوى والتيارات الموجودة؟ مش عايزينها معركة مع الإخوان كمان. الخوف أن تكون المسألة كلها تبدو صراعات. أنا شايف خطاب الإخوان خطاب معتدل جدا في قبول حكم المحكمة. علينا أن نبني من جديد. مصر تحتاج إلى العقول الواعية الهادئة. كل واحد شايف نفسه ربح، دي أرباح مؤقتة. ياما ناس ربحوا وإحنا شايفين بعينينا، ناس ربحوا وخسروا كتير. فعلينا أن نبدأ من الآن وننظر للمستقبل، إزاي هنقدر نعدي هذه المرحلة ونبني من جديد. نتكلم عن دستور حاكم هو اللي يحكم الرئيس القادم. صحيح بنعمل دستور في وجود رئيس بدون برلمان، لا عندنا دستور ولا برلمان وبقى عندنا رئيس. وضع شائك جدا. برحب بضيف العزيز الأستاذ السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية. أهلا بيك. أهلا بيك. خير. فرحت ولا اتضايقت ولا ارتبكت ولا إيه؟ اتضايقت وارتبكت. اتضايقت وارتبكت. يعني ممكن تقول لي الصراعات اللي جواك دايرة ازاي بصراحة؟ الصراعات اللي جوايا انه انا ما كنتش مبسوط من البرلمان. صحيح، بس ما كنتش عايزه يتحل. انا كنت متضايق من البرلمان. يعني صحيح ما تبناش اهداف الثورة من البداية، ما تسلمش البلد. يعني المفروض ده برلمان الثورة بيعبر عن الثورة، فما تسلمش اهداف الثورة ووضع لنفسه اجندة خلال فترة محددة يعمل 1 2 3 4 قوانين مهمة، استقلال السلطة القضائية، محاسبة رموز النظام السابق، ويعني في حاجات مهمة كان يجب انه يضعها على اولوياته، لكنه استلم السلطة وكأنه يعني حد محروم وجد، فقاعد بقى بيستمتع بالسلطة اللي بقت في ايده، ونسي اهدافه، ونسي اصلا هو جاي ليه، ونسي هو جاي منين، ونسي مصر حصل فيها ايه. فكانت دي النتيجة الطبيعية. فرغم ان كنت متضايق منه، لكن كنت اتمنى انه ما يتحلش، لانه حل البرلمان الان دخلنا في ورطة كبيرة جدا. ورطة بأنه الرئيس القادم ربما يتسلم سلطة التشريع. هيبقى التشريع بدل ما كان في يد برلمان بقى أصبح في يد شخص. نعم. الشخص ده حتى ما نعرفوش مين. وكلا المرشحين خطر أن يكون السلطة في يده، لأن كل واحد فيهم لا يعبر عن الثورة بشكل حقيقي. ربما الأقرب الدكتور مرسي، لكن في النهاية كل واحد لديه أجندة، وكل واحد لديه نية لربما الانتقام أو لإدخالنا في صراع. لكن قبل ده أنا عاوز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. بواقع أن أنا حضرت تقريبا معظم اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه أنا أثناء ما قاعد بعض المتصلين وبعض الجمهور والخطاب دلوقتي في الشارع إنه ما يحدث ده مؤامرة. نعم. وإن دي مؤامرة محبوكة ومرتبة. نعم. خدت بالك؟ بقول بوضوح للشعب المصري إنه ما حدث هو استغلال فقط للأخطاء. في مسار إحنا مشينا فيه من البداية خطأ. هذا المسار بدأ بالانسحاب أو ترك الميدان في 11 فبراير. نعم. ثم الاستعجال والتضليل اللي تم في التعديلات الدستورية في 19 مارس. ثم إجراء الانتخابات البرلمانية في ظل انشقاق وانقسام وأحداث محمد محمود ومجلس وزراء وحالة عدم استقرار في البلاد. وتهميش كل القوى الثورية. نعم. ثم جمعية تأسيسية مختلف عليها. ثم انتخابات رئاسية بهذا الشكل دون توافق القوى الثورية. المسار الخاطئ ده كله من البداية في حد استغل كل الأخطاء دي، هي اللي وصلتنا للمرحلة اللي احنا فيها. لذلك بركز على نقطة مهمة، وهي نقطة حل البرلمان اليوم. نعم. سبب حل البرلمان هي بطلان المادة 5 من قانون مجلس الشعب.
نعم. المادة الخامسة دي لها قصة طويلة جدا معانا، لأنه عندما صدر قانون مجلس الشعب وكان في المادة الخامسة اللي بتنص أنه لا يترشح الأحزاب على المقاعد الفردية ولا يجوز للمستقل أن ينضم إلى الأحزاب، فالتلت ده مخصص ل 95% من الشعب المصري الذين لا ينتمون إلى الأحزاب. نعم. اللي حصل أنه القوى الثورية وكل الأحزاب وقفت ضد هذه المادة، ويمكن أنا دعيت لاجتماع في المجلس على القوات المسلحة يوم 1 أكتوبر. يوم 30 سبتمبر حصل اجتماع للتحالف الديمقراطي من أجل مصر في مقر المنيل الخاص بالإخوان المسلمين، وأعلنوا مقاطعة الانتخابات البرلمانية إن لم تعدل أو تلغى المادة 5 من قانون مجلس الشعب. وخرجت مظاهرات في هذا التوقيت تطالب، وكان أيام أحداث محمد محمود، وخرجت المظاهرات تطالب بتعديل أو إلغاء المادة 5 من قانون مجلس الشعب، لأنها اعتقد أيامها أنها مخصصة للفلول. نعم. حضرنا الاجتماع يوم 1 أكتوبر، وحذر اللواء ممدوح شاهين، وكان التحذير صادر قبلها من المستشار فاروق سلطان بأن إلغاء المادة الخامسة قد يؤدي إلى بطلان قانون مجلس الشعب. فالكلام كان واضح، وأنا أتذكر الفريق سمعان جيدا عارض بشدة إلغاء المادة الخامسة، لعند ما الكل قال إحنا هنقاطع الانتخابات. الكلام ده كان يوم 1 أكتوبر، وسيتم فتح باب الترشيح يوم 2 أكتوبر. خدت حضرتك؟ يعني قبل فتح باب الترشيح بيوم. نعم. وأخذنا يومها تعهد بإسقاط حكومة عصام شرف أو الموافقة على استقالته، وإلغاء المادة الخامسة من الدستوري. ودي لو فاكر حضرتك وثيقة الأحزاب أو اللي كنا طلعنا بيها من المجلس وعملت جدل في الإعلام يومها، كان فيها إلغاء المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب. وبالتالي هذه المادة احنا اللي ضغطنا في الحقيقة، والأحزاب والتحالف الديمقراطي والكتلة المصرية هم اللي ضغطوا في سبيل إلغاء هذه المادة التي أدت إلى بطلان البرلمان. فهي استغلال فرص، غير طرف استغل فرصة. لكن أنا أكاد أجزم أن المجلس العسكري لم يكن طرف فيما حدث من حل البرلمان، ولم يكن مرتبا لهذا، وهو كان جاد. يمكن آخر اجتماع لنا كان يوم الخميس اللي فات، هو جاد في تسليم السلطة في البعض اللي بينتقد بيقول لك يعني هي السرعة اللي قضت بها المحكمة الدستورية كان يمكن حتى تمر البلاد بما تمر به ان القضية تتأجل يعني. ما هو ده برضو جزء من الاستغلال الأخطاء. مين اللي كان بيطالب بضرورة الفصل في قانون العزل؟ القوى الثورية والبرلمان، والدنيا مقلوبة وقضايا وأحكام ومظاهرات وفتح احتجاجية. الناس واقفة قدام مجلس الشعب بقى لها حوالي 8 أيام عاملين إضراب عن الطعام قدام مجلس الشعب. فإحنا اللي بنطالب، القوى الثورية برضو هي اللي بتطالب بضرورة الفصل. فالمحكمة الدستورية هي اللي عجلت وكثيرون يعلمون أن القانون غير دستوري، فإذا عرض على الدستورية لو قبلت الإحالة هتقضي بعدم الدستورية. ده بغض النظر عن كون القانون دستوري غير دستوري، ما هي دي برضو من أخطاء مجلس الشعب. كلها أخطاء. هذا القانون من البداية هو لسه في البرلمان قالوا إن هو غير دستوري. ووقف المستشار الخضيري وقال خطبة في المجلس وقال إنه لو كان الثوار دخلوا على مبارك وقتلوه ودخلوا وعملوا كان حد هيحاسبهم، نحن أمام ظرف استثنائي وشرعية ثورية. وقال الكلام ده كله في البرلمان أثناء تمرير القانون، وتم تفصيل القانون على مقاس عمر سليمان. هو ما كانش لأحمد شفيق عشان تبقى حضرتك فاهم، لأن أحمد شفيق أصلا كان مترشح من قبل قانون العزل ده بحوالي شهرين وشوية، وكان بيصول ويقول الأغلبية في البرلمان هبت ضد هذا القانون عندما نوى عمر سليمان أن يرشح نفسه، عندما قدم وراه. خرجوا لإصدار هذا القانون في 24 ساعة. فالخطأ أيضا خطأ البرلمان. لذلك أنا يوم هجمت البرلمان وقلت أن البرلمان ده أصبح جزء من الأزمة اللي بتمر بيها البلاد، لأنه بيصدر قانون غير دستوري في التوقيت ده بيهدد انتخابات الرئاسة. يعني حتى لو خد بالك لو صدر النهارده دستورية القانون أو بطلان قرار الإحالة، كانت النتيجة إيه؟ إنه هتتأجل الانتخابات الرئاسية. يعني لو استبعد أحمد شفيق كان غالبا هتتأجل الانتخابات الرئاسية، وبالتالي سيتعطل نقل السلطة اللي هو مقرر له 30 يونيو. ففي كلتا الحالتين القانون كان خطأ. إما كان يصدر قانونا دستوريا، والكلام ده ما كانش يتم في الحقيقة في شهر 4، الكلام ده كان المفروض يتم في 23 يناير مع أولى اجتماعات مجلس الشعب أو برلمان الثورة كما يسمونه. أنا أعتقد أن حل البرلمان في ذلك التوقيت مأزق حقيقي،
لسه مش عارفين الرئيس بقى هيقسم امام مين، ولسه مش عارفين الصلاحيات التشريعيه هتعود الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه. نعم. هل معنى ذلك ان المجلس سيستمر؟ هي تعود اليه ولا تعود لا تصل الى الرئيس مباشره اذا ادى اليمين؟ ما هو ان لم يصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه اعلانا دستوريا بصلاحيات الرئيس، معنى ذلك ان الماده 56 من الاعلان الدستوري كلها هتبقى صلاحيات الرئيس القادم، اللي هي اول حاجه فيها التشريع. طب الرئيس القادم هيتسلم سلطه التشريع؟ لا اعتقد ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه سيسلم سلطه التشريع، هيتركها في يد ايا كان، سواء كان الفريق شفيق او الدكتور مرسي. انا لا اعتقد انه هيسلم، لا اعتقد ان المجلس الاعلى سيسلم، هو في مأزق. طب هل ممكن ان يعلن ذلك قبل ان تستقر الرئاسه عند احدهما؟ ربما يصدر اعلانا دستوريا. يعني المعلومات اللي عندنا نتكلم عن بكره يعني. ممكن، ما هو لا هو بكره، بس النتيجه هتعلن رسمي امتى؟ يوم 27 تقريبا او 21 ولا 27 تقريبا، 21 ستعلن النتيجه رسمي. نعم. فهو مع ايام ان هو يصدر اعلان دستوريا بصلاحيات الرئيس القادم واختصاصات الرئيس القادم. وان كنت انا ارجح الغاء الانتخابات الرئاسيه، يعني هي كمان ترجح ولا تفضل؟ انا افضل الغاء الانتخابات الرئاسيه. احنا دلوقتي امام مأزق حقيقي. يعني الدكتور مرسي ترشح عن حزب الحريه والعداله، طيب بتوقيع 30 عضو او كان له تمثيل في البرلمان، اصبح دلوقتي البرلمان اتحل، ففي شرط من الشروط يعني سقط عنه. الافضل هو اعاده الانتخابات، لانه الاستمرار على اي وضع سيؤدي الى اضطرابات. استمرار المجلس الاعلى في السلطه سيؤدي الى اضطرابات وخروج الناس من ميدان التحرير، لان كده ما فيش ثوره قامت، كده الشباب هيحس انه رجع نقطه الصفر مره اخرى. نعم. واحنا امام يعني خيارين احلاهما مر. احنا شايفين دلوقتي بعد اذنك بس ما ده شارع الكورنيش، الشارع الكورنيش امام المحكمه الدستوريه مفتوح، الدنيا مشيت خالص، ما عادش في حد امام المحكمه. اعتقد ان الاعداد التي ذهبت الى التحرير هي بعضهم كان امام المحكمه الدستوريه. طبعا الجو حر قوي دلوقتي. انا عايز اقول لحضرتك نقطه برضو في الجزئيه دي. نعم. يوم الخميس اللي فات كنا في اجتماع، اللي هو الاجتماع الاخير بتاع الجمعيات التاسيسيه في وزاره الدفاع. نعم. وسالت احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحه، قلت له انتوا هتعملوا ايه في حال فوز يعني اي من المرشحين لانتخابات الرئاسه وخرجت مظاهرات رافضه لهذه النتيجه، ومظاهرات عارمه بشكل او باخر. فقال بوضوح انه نحن وظيفتنا حمايه الشرعيه. عندما خرج الشعب المصري في 25 يناير ضد النظام السابق كان خروجه شرعيا ضد نظام، فاحنا حمينا مطالب الناس وقلنا من اول يوم ان مطالب الشعب مشروعه ونحن سنحمي مطالب الشعب، ووقفنا في صف الشعب. نعم. الان الشعب قال كلمته في صندوق الانتخابات، وظيفتنا هي حمايه الشرعيه، حمايه شرعيه صندوق الانتخابات، فلن نسمح ابدا بالانقلاب على صندوق الانتخابات، ونحن قادرون على تامين البلاد وحمايه الشرعيه، حمايه صندوق الانتخابات. هو ده دور القوات المسلحه وهم عازمين على ذلك. يعني انا ما بقولش الكلام ده، يمكن اللي حصل امبارح من اعطاء حق الضبطيه القضائيه لافراد المطعون عليها النهارده، المطعون عليها النهارده، ده جزء من تامين البلاد، جزء من تامين البلاد. المجلس الاعلى للقوات المسلحه يرغب في تسليم السلطه في جو امن، ويمكن احد الاعضاء الاحزاب او رؤساء الاحزاب اللي كانوا موجودين طلب من المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان يستمر لمده 60 يوم بعد 30 يونيو، انه يستمر 60 يوم، لانه مش منطقي انه يرمي البلد في حجر رئيس لسه جاي بقاله اسبوع. يديله فرصه يتوافق مع الاحزاب، يديله فرصه يجيب رئيس حكومه، يجيب نائب رئيس، يديله فرصه يشكل حكومه، يديله فرصه يجمع الاحزاب او يجمع القوى السياسيه ويتوافق معاها، يديله فرصه يرتب اوراقه 60 يوم يرتب نفسه، وبعد كده يسلموا السلطه. لكن يسلموا السلطه في ظل هذا الزخم وفي ظل هذه المظاهرات، اعتقد ان ده في شيء من المخاطره. طبعا الفريق احمد شفيق بيحتفل مع انصاره بحكم المحكمة الدستورية، بيوجه كلمة هناقش حضرتك في بعض ما جاء فيها. خلينا نشوف كمان وصل لحد فين، ناخد مقطع من المؤتمر الصحفي للفريق أحمد شفيق المرشح رئاسة الجمهورية والحاصل على حكم من الدستورية اليوم بخطاب. طبعا فرصة للفريق شفيق، هو في أعلى نقطة عنده، نقطة قوة شديدة طبعا. بيبعت مجموعة من الرسائل، بيعمل ضرب خلفية مزدوجة، بيخاطب الشعب وبيضرب في خصمه، بيستغل أخطاء الخصم.
وده في الفعل يعني يمكن الفترة اللي فاتت كلها من بداية معركة انتخابات الرئاسة هو بيحاول يستغل سقطات وأخطاء المحيطين بالدكتور محمد مرسي والخطاب الإعلامي اللي بيتبناه. وقبل كده بفترة في الحقيقة لما كان يحصل انفلات أمني كان يطلع على طول يقول خطاب إنه سنعيد الأمن خلال 24 ساعة. نعم. يعني أنا أقصد أقول لك إيه، هو في الحقيقة اللي بيقود الحملة بتاعته في منتهى الذكاء. يعني هو بيخاطب الجمهور بلغة الجمهور مستني يسمعها. يعني بالظبط كده. يعني بيشوف المجتمع محتاج ايه. المجتمع في ازمات، في حرائق في البترول، وحرائق في مصنع توشيبا، وحرائق ما اعرفش فين، ومذابح في جرائم انتشرت. سأعيد الامن في 24 ساعة وتهدأ الامور. خدت حضرتك؟ فبيشبع رغبة لدى الناس. ناهيك بقى عن الخطاب الآخر المكرر اللي ما فيهوش جديد، ما فيهوش تطوير، واللي باستمرار بيهاجم الفلول بشكل أو بآخر، وبيستخدم عبارات وألفاظ ربما بتكون استفزازية إلى حد ما، ولغة أحيانا متناقضة في بعض الأوقات. فده استغلال الأخطاء. يمكن النهاردة الفريق شفيق أنا سمعت جزء من المؤتمر في البداية، يمكن بدأ بآيات قرآنية واستخدم الآيات القرآنية مثلا أكتر من مرة، وبدأ يركز على نقطة وهي أن رسالة للشباب ورسالة لجيل سماه هو الجيل اللي بيسموه الجيل المظلوم. الجيل المظلوم. ايوه، ده اللي هو بعد ال30. بعد ال30 الفئة الثانية. هو انا ما فهمتش في الحقيقه مظلوم في ايه، لكن هو شبهه بان هو مظلوم وان هو محبط. قال لك جيل يعاني من توجس واحباط، جيل ما فوق ال30 الذي يعتقد انه فقد فرصته وانه لا تنشغل به برامج المرشحين. بالظبط. هو خاطب الشباب الاول وقال لهم انتوا لكم كوتا وهتكونوا موجودين هتشاركوا في الحكم. بالظبط. ده بيحاول انه يستقطب هذه الفئة، وبيحاول انه يعني يشاركها. طبعا هو لم يبدي ذلك صراحة، او لم يكن هناك يعني حاجات ملموسة على ارض الواقع. نعم. يعني ما قدمش مثلا، ما قعدش مع حد، ما عرضش، ما قالش ان الحكومه مثلا يكون نصفها من الشباب، او يعني ما قدمش، ما يبقاش عندي نائب رئيس مثلا من الشباب. يعني هي كلها وعود وكله كلام. هل في النهايه سينتهي الى ايه؟ الله اعلم. لكن عاوز اقول نقطه برضو مهمه جدا، انه يعني في ظل الزخم اللي احنا فيه دلوقتي، وفي ظل حالة التخبط والفوضى اللي احنا فيها، اللي هي نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ من البداية، نتيجة طبيعية لشعب يقوم بثورة ويترك الميدان ويرجع يتمرمط مرة في المحاكم عشان يحل حزب وطني، ويتمرمط مرة في المحاكم علشان ياخد حكم بحل المحليات، ويتمرمط عشان يعدل القانون ويلغي تشريع ويعمل. يعني في الحقيقة المسار ده كله مسار خطأ من البداية، مسار سيء. فدي نتيجة طبيعية. لكن عاوز أقول بقى لكل شباب الثورة وكل قوى الثورة وكل الشعب المصري وكل المثقفين، أنه في 3 محطات مهمة جدا في الثورة، ناهيك عن البرلمان. لأنه البرلمان حتى لو لم يكن يعني يبطل اليوم سيبطل غدا، سيسقط، سيكمل مدته، سينتهي يوما ما. حتى انتخابات الرئاسة الآن اللي شغلانة دلوقتي، اللي هتتم يوم السبت والحد اللي جايين، برضو هتنتهي يوما ما، وممكن تبطل وممكن يحصل مشكلة، كل ده. لكن في 3 محطات مهمة جدا لازم نفهمهم ونشتغل عليهم. المحطة الأولى في الثورة كانت سقوط النظام، سقوط رأس النظام. نعم. كسر حدة النظام، كسر الشبكة اللي كانت موجودة، اللي أنا أخشى أن هي تعاد مرة أخرى، كسر وتفكيك هذه الشبكة. ودي نجحنا فيها إلى حد ما، بأنه سقط رأس النظام وضاعت هيبته. نعم. النقطة الثانية المهمة هي الدستور. يعني النقطة الثانية المهمة والمعركة القادمة، المحطة الثانية المهمة جدا في الثورة هي الدستور، لأن الدستور هو اللي هيبنى عليه كل مؤسسات الدولة بعد ذلك. لذلك احنا مش موافقين على الجمعيات التأسيسية اللي تمت، اللي بيسيطر عليها تيار أكتر من 50% منها. احنا رافضين هذه التأسيسية. يمكن أنا شخصيا اعتذرت عن التواجد فيها، وبعت الكلام ده رسمي. فيجب أن يعاد النظر في جمعيات التأسيسية الدستور، وأن تكون معبرة تعبيرا حقيقيا عن كل فئات الشعب. كده اللي هيشكل اللجنة المجلس الأعلى، غالبا هيشكل لجنة المجلس العسكري. ودي في الحقيقة حاجة أنا يعني ضمن الموافق عليه، لأنه يأتي بالمتخصصين من رجال القانون. شايف الناس ستكون أكثر توازنا، أكثر توازنا، لأنه في النهاية هو الهدف يا أستاذ خيري، الهدف إن أنا. طب ممكن قبل الهدف، وهرجع لك حالا، بس عشان زميلي عماد اسماعيل واقف في الحر وفي الشمس أمام المحكمة الدستورية في المعادي، خططكم في الأيام القادمة؟ الحمد لله. أولا في الحقيقة الحكم بيأتي متسق مع مجموعة من الإجراءات والقرارات والتدابير العلنية وقضاء سري والأحكام القضائية أيضا، كلها تسير في اتجاه واحد،
وهو إعادة إنتاج النظام السابق. دي مش قراءتي أنا، دي قراءة 90% من الشعب المصري في الحقيقة، وخصوصا الحكم الصادم اليوم اللي بيقتضي حل مجلس الشعب. يعني الحاجة الوحيدة اللي أنتجتها الثورة مجلس الشعب والشورى بيقول لا دي هتتحل، وإن شفيق مستمر في الانتخابات، وإن في ضبطية قضائية لجنود وضباط الشرطة، وإن اللي هيتظاهر بعد إعلان نتيجة الانتخابات هيتم التعامل معاه بمنتهى الحسم. هم اتكسفوا بس يقولوا لا يتظاهر بعد ما يعلن احمد شفيق رئيس هنتعامل معاه بحسم، فقرروا ابهام اسم الرئيس. لكن الشعب كله فاهم الاجراءات دي كلها بتسير في اتجاه واحد، وهو تسليم البلد كلها للفلول مره ثانيه. مش مثلا يقول لك شفيق باقي في انتخابات الرئاسه ومجلس الشعب باقي، يبقى في سلطه معينه ممكن تحد من ديكتاتوريه الحزب الوطني العائد. لا، حتى السلطه اللي انتخبها الشعب في انتخابات حره نزيهه لاغي. كله الان يرجع الى المربع رقم واحد، والفارس بيستعد الان ان هو ينزل اللي هو الحزب الوطني مره ثانيه. انا المني كلام ضيفك المبجل لما قال ان المجلس العسكري يختار الجمعيه التاسيسيه احسن ما يشكلها مجلس الشعب. يعني اظن ان الكلام غير موفق بالمره، انك تريد ان السلطه التنفيذيه هي اللي تضع بصمتها على الدستور، وانت عارف السلطه التنفيذيه بتحط الدستور ازاي وتضع بصمتها ازاي لتاتي بالدستور. هو يرد على حضرتك، اتفضل. نعم، تريد ده ومش عايز المجلس المنتخب من الشعب حتى لو كان في بعض تجاوزات من الاغلبيه، لكن ما بالك بقى بتجاوزات السلطه التنفيذيه اللي هي عامله كل الفوضى اللي احنا عايشين فيها، الفوضى السياسيه والارباك السياسي، واللي بصراحه كده اصبح معروف انها بتمهد لعوده الحزب الوطني. حضرتك بترحب بدستور يكتبه الحزب الوطني مره ثانيه علشان الدستور ما تتدخل. وقال كمان ان اللي حصل ده والبطلان في مجلس الشعب بسببه الاغلبيه وسببه مجموعه من الاحزاب، والرجل اعترف بانهم هم الذين ضغطوا وطلبوا بذلك. مش فاهم ازاي الاغلبيه هي سبب البطلان؟ هم الذين أصروا على إلغاء المادة 5 من الإعلان الدستوري التي كانت تنص على عدم دخول الحزبيين إلى الانتخابات كمستقلين. قد تخطئ بعض القوى السياسية وهي بتناقش بعض القرارات مع المجلس العسكري، لذا فهو يرى أن ما حدث نتيجة طبيعية يعني للأخطاء. مش في النهاية أقول إيه؟ الحمد لله يتحل مجلس الشعب عشان الجمعية التأسيسية يضعها لنا العسكر وما يضعهاش لنا الناس اللي اتخذوا من الشعب. يعني هو الإجراء بتاع المادة 5 أو غيرها ما أفرزليش مجلس شعب زي اللي بتفرزوه انتخابات الحزب الوطني السابقة، ما أفرزليش مجلس من الفاسدين والضالين والمضلين، لا، أفرزلي مجلس فيه بيقولوا أصل حصل أغلبية شوية للإسلاميين زيادة شوية. لكن أنت من أجل ذلك تريد إهدار كل خيار الشعب وترضى بخيار المجلس العسكري، يعني شيء مؤسف. طيب أستاذ عاصم، كان في ثغرة. تسمح لي أن يشترك معك في الحوار الأستاذ سعيد كامل. اتفضل يا فندم. شكرا يا أستاذ عاصم ليك. لكن عاوز أقول لحضرتك إنه البرلمان على مدار عدة شهور فشل في أن يشكل جمعية تأسيسية تعبر عن كل مؤسسات الدولة، وأهدر حكم المحكمة الإدارية التي أبطلت التشكيل السابق. حتى التشكيل الحالي فيه تقريبا 19 عضو من البرلمان، مع أن الحكم السابق قال إن ما يكونش فيه أعضاء من البرلمان. فيها أكثر من 50% من التيار الإسلامي، وده مش طريقة وضع دستور. يعني إذا كنت حضرتك داخل على الجمعية التأسيسية وانت ضامن انك تمرر كل القوانين دون الرجوع الى الاغلبيه، واذا كنت انا حضرتك كتيار مدني داخل في الجمعيه التأسيسية عشان اقول رايي، ولا املك ان انا اوقف قانون انا مش موافق عليه، ولا املك ان انا اطرح قانون وان امرره، يبقى حضرتك واخدني ديكور او واخدني شكلا فقط عشان الجمعيه يكون شكلها حلو. احنا تفاوضنا كتير واتكلمنا كتير، وكنتم متمسكين الى اقصى درجه ممكنه بكل عضو، ولم تتنازلوا الا القليل القليل. فهتيجي حضرتك النهارده وتلومنا ان احنا عاوزين جمعيه تأسيسية تعبر عن كل فئات الشعب المصري. هذه الجمعيه تعبر عنكم، واحنا قلنا الكلام ده، واحنا ما انسحبناش، احنا تنازلنا عن مقاعدنا لفئات لم تمثل، وقلنا اعملوا الدستور وما عندناش مشكله. وانا ما بطالبش بان الجمعيه تبطل او تحل، اذا كانت هذه الجمعيه وضعها قانوني تستمر حتى النهايه وتضعون دستور، لكن هذا الدستور
يحسب عليكم إذا كان دستورا يعبر عن كل فئات الشعب المصري، أدى إلى وحدة الشعب المصري، يعبر عن طموحات المصريين بعد 25 يناير، فهو إنجاز يحسب لكم. وإن كان غير ذلك فهو سقطة، وهو تبعاته تتحملوها أنتم وحدكم، تتحملوها أمام الشعب المصري وأمام التاريخ. أنا ما بقول إن المجلس العسكري يشكل جماعة تأسية، إنه يشارك فيها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الأصالة وحزب الجبهة وحزب الوفد وكل الأحزاب وخبراء القانون، لكن من أجل الوصول إلى دستور توافقي وليس تفصيل قانون دستور لصالح فئة معينة. يعني حضرتك نحن أمام تيارين في المجتمع المصري. طيب أستاذ عاصم، أستاذ عاصم، نعم. أستاذن حضرتك معلش هتخليك معايا، بس معي فضيلة المرشد السابق الأستاذ مهدي عاكف. أهلا وسهلا فضيلة المرشد. اهلا يا اخ خير، ماذا تريد؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. فضيلة المرشد، كيف ترى ما حدث اليوم من حكمي المحكمة الدستورية؟ ما أنا سبق أن قلت لكم أن أحكام المحكمة واجبة الاحترام. نعم. وفي النهاية الشعب هو صاحب القرار. ماشي؟ نعم. بس سي. طيب، ما هي الخطوات التي يجب اتباعها إذا كان هناك أخطاء في السابق، وإذا كنا نبدأ من أول السطر؟ ماذا على جماعة الإخوان المسلمين؟ يا أخي الكريم، أنا فرد في جماعة الإخوان المسلمين. نعم. وإذا أردت أن تأخذ رأي الإخوان المسلمين فهناك مؤسسة الإخوان المسلمين، المرشد العام والطب الشيخ. طب هل ممكن أسأل حضرتك ليس بصفتك فرد في جماعة الإخوان المسلمين، وأسأل حضرتك كمفكر ومواطن مصري؟ نعم نعم. فلو كنت ناصحا. والله نصيحتي للمجلس العسكري قبل أي أحد آخر. نعم. الأمر الآن أصبح في غاية الخطورة، ومن واجبي أن أطالب الشعب بأن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار من يشاء، ثم بعد ذلك المجلس العسكري عليه أن يسلم السلطة فورا للرئيس الجديد. نعم. والرئيس الجديد بقى هو حظه، يعني إذا استطاع بمن حوله من مستشارين ومساعدين أن يقود البلاد إلى حياة هادئة مطمئنة يستقيم فيها يحترم فيها القانون ويحترم فيها الإنسان، نكون قد خطونا خطوة إلى الأمام. أما المحكمة الدستورية هذه رجعتنا إلى نقطة الصفر، وكان من واجبها مع احترامنا كان من أن تؤجل هذا الأمر لبعد الانتهاء من الانتخابات، ثم بعد ذلك تحكم، وليس مطلوب منها أن تحكم فورا. فكم عندها من القضايا يا أخي الكريم بقى لها 5 سنوات. نعم. يعني ولذلك الحكم علينا احترامه، ولكن وللأسف الشديد لم يكن فيه منطق سياسي أو منطق لمصلحة مصر. حضرتك وجهت نصيحة للشعب المصري أن يذهب إلى الصناديق ويختار من يريد. نعم من يريد. وجهت نصيحة للمجلس العسكري أن يرحل. أنا طالب من حضرتك نصيحتين كمان، نصيحة للإخوان المسلمين ونصيحة للقوى الثورية، تقول لهم إيه؟ والله يا أخي الكريم لا أحب أن أفرض رأيي على أحد. قوة الإخوان المسلمين عندها من المؤسسات التي تستطيع أن هي تدرس الموضوع بعقلانية كاملة، وما هدفها الأول مصلحة مصر. نعم. وكذلك القوى الثورية عليهم أن يدرسوا الموقف من جميع جوانبه، ورؤيتهم وهدفهم الأول مصلحة مصر. أسأل الله أن يهديهم إلى هذا الأمر، وأن يهديهم إلى القرار الصحيح، كيف نعمل جميعا لاستقرار مصر ولمصلحة مصر. هذه رؤيتي أخي. أستاذ مهدي، عندي سؤال أخير. حضرتك بس قلت جملة الوضع والأمر في غاية الخطورة. نعم. ما هو مكمن الخطورة الآن؟ الخطورة يا أخي الكريم إن إحنا أصبحنا بلا هوية. يعني غرض أول حقيقة محكمة دستورية على عيننا وراسنا، يعني مستعجلة أوي ليه؟ ما تنتظر
تسيب البلد من غير مجلس شعب، تسيب البلد من غير كذا، يعني امر يعني اسمح لي، انا قلبي غير مستريح، ولكن يعني عقلي يأمرني باحترام الحكم. يا أخي الكريم، اللي أنا شايفه الآن أمر غير طبيعي، ولذلك يجب أن نتعامل معه بعقلانية كاملة. هل يمكن أن يؤدي إلى أي نوع من أنواع العنف في الشارع؟ لا، بقول لحضرتك حاجة، ليس الشعب المصري احترم ثورته لأنها يعني سلمية، نعم. واحترم الجيش لأنه تعامل معها بهذا المنطق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تظل أخلاقنا هي ويظل الجيش في موقعه محترما لإرادة الشعب ومحترما لرؤية الشعب. خدت بال حضرتك؟ وهو موجود لحمايته لا للوقوف ضده. فأسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع، الشعب والجيش والأحزاب، أن يتوافقوا جميعا على شيء يأخذ بيد مصر إلى الأمان إن شاء الله تعالى. بشكر حضرتك جدا السيد الأستاذ مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين. أستاذ عاصم عبد الماجد، أنا آسف، اتفضل. نعم يا فندم، أنا أحب أقول إن كان قدامنا أثناء تشكيل الجمعية التأسيسية أو غيرها قوتين رئيسيتين تحت كل واحدة منهم عدة فصائل. القوى الإسلام السياسي والقوى الأخرى، مش عايز أسميها مثلا علمانية عشان ما حدش يزعل مني، لكن القوى الأخرى. فإذا جه الإسلام السياسي وقال لك لا، أنت كقوة غير قوة علمانية عايز تاخد 52 أو 53، أنت لا عايز تستحوذ على الهيئة التأسيسية، يبقى نفس المنطق اللي أنت بتتكلم بيه. يعني دلوقتي لابد أن تكون هناك أكثرية. انا ما قلتش ده انا هجيب كله من الاخوان او من السلفيين او من الجماعه الاسلاميه او من انصار السنه، لكن قلت هجيب ناس من النقابات المهنيه، هجيب ناس قضاة، هجيب ناس محامين، هجيب ناس اطباء، هجيب ناس قانونيين الى اخر. هذا في الاخر ولازم ليه توجه سياسي، يا اما مع الاسلام السياسي يا اما ضد قوى الاسلام السياسي. فده يعني عايز اقول دي خديعه بتتقال للشعب المصري وخدع بها كثيرا، انهم عايزين يستحوذوا. يا سيدي هم يمثلون الاغلبيه في الشارع وفي البرلمان، لابد في النهايه قوه معينه تكون ليها الاكثريه، يا اما العلمانيين يا اما الاسلاميين. اشمعنى الاسلاميين؟ لا، لازم تاخدوا الاغلبيه في البرلمان بس تبقوا اقليه في الجمعيه التاسيسيه. هو انت حضرتك بتعتبر ان كل القوى المدنيه، استاذ عاصم، هل بتعتبر ان كل القوى المدنيه قوى علمانيه تمثل العلمانيين؟ ايوه يا سيدي، العلمانيه اللي بتقول فصل الدين عن الدوله، يعني الدين ما يتدخلش في الحكم، في التشريع، في الاقتصاد، هم كلهم بيقولوا كده. بس في هذا المعسكر كان موجود الازهر، كانت موجوده الكنيسه والوسط والجماعه الاسلاميه، حزب الوسط والتنميه والبناء. هل دول يمكن ان نطلق عليهم علمانيين؟ مؤسسات الدوله. يعني انا مش بتكلم دلوقتي على التشكيله كانت ازاي، هم معترضين بيقول لك كده بتحط ليه الازهر والكنيسه على حسابنا؟ ما عشان حطيتهم في ال50%. نعم، بتكلم على التفاصيل، لكن بقول في النهايه هم معسكرين. لابد يا سيدي طالما ما فيش ثقه، ما فيش روح التسامح، لم يتحلى احد بروح. طيب لا، هي مصر ليست معسكرين، بس انا طيب أنا مش عايز ادخل في ده، وانا هسمعك براحتي. استاذ عاصم، ما هي الخطوه القادمه التي ترى انها مناسبه في هذه المرحله؟ يعني هتستعدوا لانتخابات جديده؟ هتشتغلوا على الشارع اكتر؟ هتحاولوا تصححوا بعض الاخطاء التي انتقدها؟ لا، الانتخابات الرئاسيه الخطوه الوحيده اللي كل الشعب المصري الان متحفز لان يخطوها، ان ينزل الانتخابات الرئاسيه كل الناس وان تعطي صوتها في الاتجاه الصحيح. انا عايز اقول لحضرتك، لو اختير في الانتخابات الرئاسيه اختيار خاطئ، مش هيبقى في انتخابات شعب تاني نزيهه، مفيش انتخابات شورى تاني نزيهه، مفيش جمعيه تاسيسيه تمثل حد، هتمثل في الاخر فلول الحزب الوطني. يعني لو اخطانا او لو تركنا الانتخابات الرئاسيه او لو سمحنا بتزويرها، مصر انتهت خلاص. الخطوه كل الشعب دلوقتي استفز بكل الاجراءات اللي بتتاخد، من اول الاحكام في قضيه حسني مبارك مرورا بالضبطيه القضائيه، بيقولوا ان الجيش اللي هيواجهك المره الجايه، وخلي بالك لو اعترضت على فوز المرشح اللي احنا ناويين عليه يبقى رئيس، خلي بالك في مواجهتك للحكم بحل مجلس الشعب عشان الرئيس الفلول اللي جاي يوضب البلد للحزب الوطني. ده كان بيعد العائلات العيله الفلانيه مجلس الشعب جاي انت فيه عضو، يا فلان انت هتيجي عضو. فالمساله واضحه، فالشعب هينزل الان يمنع عوده انتاج النظام السابق
في الانتخابات. اي حاجه غير كده عبث. طب يعني انت بتعتبر اذا جه باي صيغه من الصيغ هيبقى في تزوير؟ دي توقعاتي، لا يمكن. توقعاتك. فاذا اذا شهدتم وبالمتابعه والمشاركه انه لا يوجد تزوير، هيبقى في قبول للصندوق؟ يا سيدي انا لا افترض المستحيل، مش ممكن ياتي بغير تزوير. مساله، وخصوصا بعد استفزاز الشعب اللي تم ده، كل يوم قرار او قانون او حكم محكمه بيستفز الشعب وبيرفع درجه التوتر في الشارع السياسي. لا يمكن. الشعب نازل والشعب عارف هيسقط مين وهينجح مين، ويجب ان احنا كلنا نحذر التزوير لانه قد يدخلنا في نفق مظلم. ما هي فكره الحديث باسم الشعب برضه يا استاذ عاصم بتبقى غريبه شويه. انا مش بتكلم يعني انا معك ان الصندوق هو الفيصل، لابد من ضمان نزاهه الانتخابات، لابد من المتابعه والحرص على الا يكون هناك اي تزوير، لكن في النهايه لابد ان تكون هناك جمله. حينما يكون الكلام عن مصر والفلول، لا، مصر تتكلم باسم الشعب، القوى الثوريه وقوى التغيير تتكلم باسم الشعب، الفلول يتكلموا باسم الفلول فقط وباسم مصالحهم. مفيش، انا من زمان بقول المرشحين دول مش زي بعض، لا، في واحد ثوره وواحد ثوره مضاده، في واحد مصر للمستقبل وفي واحد بس هو خد بالصناديق ما يقرب من 5.5 مليون، والفارق بينه وبين الاول ليس فارقا كبيرا. يعني نتكلم يا استاذ خير على التصويت الطائفي، خلينا يعني بلاش نتكلم على التصويت. شوف نتيجه التصويت في الخارج لو سمحت عشان تعرف التوقعات هتبقى ازاي. قوى الثوره في النهايه والتغيير خدت اصوات حوالي 15 مليون، قوى الماضي خدت اصوات حوالي 7 مليون ونص. ده التصويت الصحيح، واستطلاعات الراي بتقول كده ان محمد مرسي التلتين واحمد شفيق التلت، واستطلاعات الخارج تصويت الخارج بيقول احسن من كده، بيقول محمد مرسي 74 او 76 وشفيق 24. طيب انا بشكرك جدا الاستاذ عاصم عبد المجيد عضو مجلس شورى الجماعه الاسلاميه. هطلع فاصل وارجع من الفاصل استقبل تليفون قبل ما ارجع للاستاذ سعيد كامل وبيننا حوار طويل. دكتور فؤاد عبد النبي بستاذنه هناخده بعد الفاصل علشان لدي اسئله عديده، فلازم اخرج ونرجع بعد الفاصل نلتقي ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى من استوديو سي بي سي بث مباشر. نتابع مع حضراتكم تداعيات حكمي المحكمه الدستوريه الخاص بعدم دستوريه قانون العزل، والذي اتاح الفريق احمد شفيق ان يكمل الجوله الثانيه الانتخابيه محصنا بحكم دستوري غير قابل للطعن. أيضا الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب والذي يقضي بدوره وبحل مجلس الشعب كلية. معي الأستاذ الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانوني والدستوري الكبير. مساء الخير دكتور يحيى. الو دكتور يحيى أهلا وسهلا. إذا سمحت أنا مش سامع صوتك، علي صوتك شوي. ازيك يا دكتور يحيى؟ علي صوتك شوي. أكتر من كده؟ ده انا هزعق جامد. طب يا جماعه شوفوا ايه المشكله في التليفون. ازيك يا دكتور يحيى؟ ايوه سيدي. كده حضرتك سامعني؟ سامعك. طيب دكتور يحيى، البعض بيقول النهارده ان هذا الانتخاب يلزم حكم المحكمه الدستوريه الخاص بحل مجلس الشعب يلزم باعاده الانتخابات الرئاسيه لوجود مرشحين بتوكيلات اعضاء مجلس الشعب. الحكم بعدم دستوريه قانون العزل واضح ومفهوم، ومعناها أنه ستستمر الانتخابات بين أحمد شفيق ومحمد مرسي. لا أنا بتكلم على الجزئية الثانية الخاصة بحكم البرلمان، حل البرلمان. حكم حل البرلمان غير واضح حتى الآن، وأنا لم أسمعه بالضبط وبحاول أسمعه دلوقتي. طيب. إنما أنا اللي أفهمه أن البرلمان ما يمكنش يحل جزئيا. نعم. ده أنا لا فاهم أنا للقانون الدستوري، لكن حكم المحكمة بالضبط إيه لابد أعلى منطوقه وأسبابه. طيب نعم؟ إذا كان الحكم يقضي بحل البرلمان بالكامل، هل بسبب وجود مرشحين بتوكيلات أعضاء مجلس الشعب وجود أعضاء مرشحين في الانتخابات الرئاسية بتوكيلات مجلس الشعب على الانتخابات الرئاسية في شيء؟ طيب واضح أن هناك مشكلة في الصوت. أنا بشكرك جدا أستاذ الدكتور يحيى الجمل الفقيه القانوني والدستوري.
أسئلة عديدة. وائل غنيم كاتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك انه عمل مكالمة هاتفية مع نائب رئيس مجلس الدولة وقال له ان حكم المحكمة الدستورية ملزم قانونيا بإعادة الانتخابات الرئاسية لوجود مرشحين بتوكيلات أعضاء مجلس الشعب. بس المرشحين بتوكيلات دول خرجوا، بس الفريق شفيق كان داخل بتوكيلات افراد وليس أفراد. مجلس شعب. نعم. لكن الدكتور محمد مرسي هو مرشح عن حزب عن الحريه حزب. والعداله. نعم. كان خيرت شاطر هو اللي ب 30 توكيل. لا، كان هناك مجموعات من اللي دخلوا قبل كده، فدول خرجوا من السباق خلاص. بص حضرتك، حتى لو خرجوا من السباق، يعني انا في دايرتي، انا في الانتخابات اللي انا كنت فيها، في حد خرج من السباق وانا دخلت جوله الاعاده. واحد من اللي خرجوا طعن لانه كان في حد متوفي وخد اصوات، وحكمت المحكمة بإعادة الانتخابات. نعم. ليه بقى؟ بيقول لك ازاي الأصوات اللي أخدها مثلا اللي دخل ب 30 توكيل الدكتور مثلا مين خالد علي مثلا. نعم. دخل ب 32 توكيل من أعضاء البرلمان. الأصوات اللي أخدها خالد علي كانت ممكن تروح لأي من المرشحين. نعم. وبالتالي هي أصبحت أصوات مهدرة. تعرف اللي كان توفى ده كان واخد كام؟ كان واخد تقريبا حدود 200 صوت ولا ما اعرفش كام. لكن لا تؤثر في النتيجة على الإطلاق. نعم. لكن أعيدت الانتخابات. إذن أنت فده كلام منطقي. كلام منطقي. نعم. طالما إنه أي من المرشح طالما لم تكتمل وتعلن النتيجة. نعم. طيب. عارف لو دي بعد إعلان النتيجة كان ممكن بقى. لما ينضم إلينا فقيه دستوري نستطيع أن نسأله في هذا، ونحن في زمن الفقهاء الدستوريين الآن، اليومين دول يومينهم. لديك بعض التعليقات على الأستاذ عاصم عبد الماجد. كتير. طيب. اتفضل. التعليق الأول بخصوص الأستاذ عاصم عبد الماجد بخصوص الجمعيات التأسيسية للدستور وإصراره على إنه تيار عايز ياخد الأغلبية، والمسألة تقاس من ناحيتين. يعني زي ما هو عايز ياخد الأغلبية، التيار المدني اللي هو سماع الماني عاوز ياخد الأغلبية. فبنقول له بالنسبة للتيار الإسلامي، هو المادة الثانية من الدستور لم يختلف عليها اثنان في مصر. نعم. لا مسلم ولا مسيحي. وبالتالي الجزء اللي يخصك اللي انت حضرتك معتقد ان هو ده الفزاعه، خلاص ده متامن ومنصوص عليه والكل موافق عليه. احنا عايزين نتكلم عن نظام دوله حديثه. نعم. احنا كل افكارنا افكار علميه، عايزين نراجع الدستور من الاول للاخر، نظام حكم يتفصل يتناسب مع وضع مصر. وبالتالي ليس هناك يعني وسيله لان ما فيش دستور في العالم بيوضع باغلبيه بهذا الشكل. البرلمان انتخب ليحكم، وهناك فرق بين البرنامج الحزبي وبين الدستور. حضرتك عايز تنفذ البرنامج الحزبي من خلال التشريع في البرلمان، لكن وضع الدستور ليس من مهام البرلمان. نعم. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية في الحقيقة اللي عجبني قوي خطاب الأستاذ مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين. نعم. هذا الخطاب لو أنه في حكمة يعني وهدوء وعقل. نعم. لو أن هذا الخطاب من شهور كانش بقى ده الوضع. قصدك لو كان هذا خطاب الإخوان بشكل عام. بالضبط، خطاب الإخوان بشكل عام. خطاب فيه نحن نقدر ونحترم مؤسسات الدولة، لكن كل خطاب الإخوان مهاجمة. أنت مين عشان تدخل في صدام مع كل مؤسسات الدولة؟ داخل في صدام مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعمل في شهر إبريل 4 مليونيات ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكله بيتكلم تزوير انتخابات. ما هي حكومة الجنزور اللي كانت موجودة والمجلس العسكري كان موجود وخدت أغلبية، ما زورش ليه؟ وبالتالي لما يجي النهارده شكك في التزوير، ما يجي يتكلم النهارده بما لا يدع مجال للشك، الشعب المصري هينتخب فلان. طب ما هي دي بتخلي يعني بتخوف الناس العقلاء، بيخافوا. ايه اللغه الاقصائيه دي؟ ايه فرض الاراده وفرض الرؤيه دي؟ فيها بالاضافه انهم دخلوا في صدام مع القضاء بدون اي وجه حق وبدون اي داعي. دخلوا في صدام مع المحكمه الدستوريه، ودخلوا في صدام مع احكام القضاء، ودخلوا في صدام مع اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه. هو الاستاذ مهدي عاكف اشار يعني بشكل غير مباشر ان ربما هناك ضغوط لصدور هذا الحكم الان، وده اللي انا كنت بقوله في الاول، انه برضه مجلس الشعب ما كانش في الوقت دلوقتي وليس في منطوق الحكم. لا مش في المنطوق. نعم. لكن انت مستعجل ليه تصدر حكم ببطلان قانون مجلس الشعب؟ ليه؟ ربما موائمه او رؤيه خاصه لدى المحكمه تستطيع ان تفصح عنها. يعني يبقى دي هي النقطه برضه اللي انا باخدها، انه كان يفضل البرلمان لما الرئيس يجي ويقسم القسم ويكتمل وضع الدستور وهذه الامور، وبعدين ما فيش مشكله يصدر الحكم. نعم. يعني يصدر الحكم في اي وقت، لكن صدوره النهارده في توقيت قاتل. لذلك أنا بقول لحضرتك، ولما كان المشاهد بيقول عشرات في ميدان التحرير، التوقيت اليوم يبدو أنه توقيت متعمد، توقيت قاتل. بكرة الصمت. أنت شايفه بيصب في رصيد الفريق شفيق؟ لا، قبل ما أقول لك بيصب في رصيد مين، بقول لحضرتك أنه التوقيت ده توقيت متعمد، لأنه بكرة يوم الصمت، بعد بكرة انتخابات. يعني أي قوة أيا كان، لو افترضنا أن الإخوان معترضين على هذا الحكم، هل يستطيع الإخوان أو هل يجرؤ الإخوان أن هم
يسيبوا انتخابات الرئاسة اللي بعد بكرة الصبح يوم السبت الصبح ويجي يتظاهر بكرة في ميدان التحرير؟ هل من المعقول أن القوى السياسية بشكل عام هتترك دوائرها وتترك صندوق الانتخابات اللي يوم الحد بالليل هيجيب له رئيس وتطلع تتظاهر؟ وبالتالي هو توقيت متعمد أن الكل ملهي في الانتخابات وفي صندوق الانتخابات. طيب أستاذن حضرتك معايا الأستاذ القانون والقيادي والسياسي والمحترم الأستاذ الدكتور حسام عيسى. مساء الخير دكتور حسام. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور. منسوب لحضرتك تصريح في جريدة الوطن بيقول أنه ربما يتم تأجيل هذه الانتخابات الرئاسية، يعني استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يقضي بأن تكون انتخابات مجلس الشعب سابقة لانتخابات الرئاسة. هو في قضيتين يا استاذ خير، ارجوك انا بفكر بصوت مسموع، رايي مش حاسم لاني لازم اقعد ادرس الموضوع شويه بهدوء. اتفضل يا فندم. انما للقراءه الاولى بيقول لك ان الرئيس لازم يحلف اليمين امام مجلس الشعب. نعم. وده لا يمكن للرئيس انه يحلف اليمين امام حته ثانيه، مش ممكن الا اذا المجلس العسكري بكره عامل تعديل في الاعلان الدستوري وقال يحلف اليمين قدام رئيس مجلس رئيس المحكمه الدستوريه. لجنه الفتوى والتشريع ما تستطيعش انها تحدد مثلا ان يؤدي القسم امام المحكمه الدستوريه؟ ما يمكن، ده نص الدستور صريح، والا بقى اي حد يلعب في الدستور على كيف. يعني افرض الدستور بيقول 1 1 يساوي 2، نعم 1 1 يساوي 3، لان لجنه فتوى قالت ما يمكنش، في نصوص لا تحتمل التاويل يا حبيبي. بيقول يقسم اليمين امام المجلس الشعب، مش المجلس الشعب والشورى، امام مجلس الشعب. نعم. طيب مجلس الشعب مش موجود، هيحلف اليمين ازاي؟ ما ينفعش. فلا بد من ماده في اعلان دستوري جديد. لما تمسك الاعلان الدستوري خد بالك، ايوه، تلاقي ان التسلسل هو ايه؟ مجلس الشعب الاول وبعدين رئيس جمهوريه. نعم. طيب حكم الدستوريه مش منشئ، ده حكم كاشف، يعني مجلس الشعب باطل من يومه، يعني كانه عمره ما اتعمل. يبقى اذا وفقا للاعلان الدستوري ما تقدرش تجري انتخابات رئيس الجمهوريه الا بعد مجلس الشعب. طب مجلس الشعب خد بالك حكم الدستوريه بنسميه كاشف، يعني ايه؟ يعني كان الحكم كان البرلمان ده باطل من يومه. فاهمني؟ نعم. لانه باثر من يوم النص ده ما اتعمل، ده النص هو اللي باطل. بس لا يبطل قرارات ولا قوانين ولا تصدرت. لا دي قضيه ثانيه، دي عشان استقرار المراكز القانونيه دايما كده. نعم. انما المجلس نفسه منعدم من يوم انشائه، يعني كانه احنا بنقول ايه؟ كانه لم يكن. فاهمني؟ وبالتالي علشان اطبق، وبالتالي اذا ما كانش فيه انتخابات مجلس شعب وما كانش فيه مجلس شعب، الاعلان الدستوري بيقول التسلسل للايه؟ مجلس الشعب الاول وبعدين رئيس الجمهوريه. كيف تنتخب رئيس الجمهوريه قبل مجلس الشعب؟ ما ينفعش. نعم. يبقى اذا لابد من انه انتخابات بتاعت تؤجل لحين انتخابات مجلس الشعب، لانه لازم مجلس الشعب يبقى موجود ساعه رئيس الجمهوريه ما ينتخب. ده التسلسل اللي عمله الاعلان الدستوري. وما تقدرش تقول انه عمل مجلس الشعب لانه هو منعدم كان لم يكن. واخد بالك؟ نعم. يعتبر كان لم يكن، عمره ما تواجد، لان حكم المحكمه الدستوريه كاشف وليس منشئ. مش بينشئ حاله البطلان من النهارده، ده كاشف عن وجودها من يومها. ادي كلمه كاشف ومنشئ، خدت بال حضرتك؟ نعم. فاذا لابد ان هو ياجل الانتخابات الرئاسيه. ايه الخروج القانوني يا دكتور حسام؟ نعم. يعني لو عرض ده على حضرتك وقال لك عايزين مخرج قانوني ودستوري. انا بقوله لك اهو، ما انت عرضه عليا يا حبيب قلبي. ايوه، ما دي الازمه. هروح اقوله في حته ثانيه بطريقه مختلفه عشان اعجب حد ثاني؟ لا دي الازمه. انا ما اقصده، هل هناك مخرج يمكن ان يخرجوا به؟ تعديل دستوري جديد، يعني ايه اللي ممكن يخرجوا به؟ اسمع حبيب قلبي، اتفضل. عاوز واحد من الترزيه بتوع مبارك. انا متصور ان عصر ترزيه القوانين انقضى. يمكن انا عبيط، ربما ربنا يستر. لا انا على علمي انه احنا ما بنشتغلش ترزيه، بنقول الراي لو في صالح فلان هنقوله، لو في صالح هو ده العهد الجديد. نعم. انا عاوز ترزيه عند رجاله مبارك القدام، نسل الركب، يعملوا لك المستحيل. هم هيعملوا لي انا ليه؟ مالي؟ لا 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 لا، اقصد يعني انت عارف كلمه يعملوا لك دي. ايوه بالبلدي يعني يعملوا. لا بالعكس، انا ببحث عند حضرتك عن احترام القانون والدستور. احترام الدستور والقانون بحسب وجهه نظر، ربما اكون مخطئ، ما هو دايما رجال القانون يقولوا ايه؟ رايه على حسب الشرعيين، رايي صواب يحتمل الخطا، وراي غيري
خطأ يحتمل الصواب. نعم. انا ما اقدرش، مانيش مفتري لدرجه اقول انا رايي هو بتاع، انما انا القراءه الاولى اللي قريتها للنصوص انتهت بيا اللي انا بقوله لحضرتك ده. نعم، أنا بشكرك جدا الأستاذ الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون والقيادي بحزب الدستور. معايا الأستاذ طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 إبريل. مساء الخير أستاذ طارق. مساء النور أستاذ خالد. أهلا بيك. أستاذ طارق، كيف استقبلتم الحكم وما هي خطواتكم القادمة؟ يعني يمكن كانت على مدار ال 48 ساعة اللي فاتوا كان في آمال أخرى في قصة تنفيذ العزل السياسي. كان في ناس كتير بتتكلم على فكرة إنه حتى مش هيصدر قانون بدستورية قانون العزل، لكن هيصدر حكم بفكرة أن بطلان الإحالة لأنها تأتي من جهة إدارية. نعم. لكن الناس كلها اتفاجئت النهارده إنه لا، صدر حكم بعدم دستورية القانون، وإنه أحمد شفيق مكمل الانتخابات الرئاسية. بجانب ده حل كامل للبرلمان، وده برضه ما كانش متوقع، برضه كان صدمة بالنسبه للكثيرين فكره حل البرلمان بالكامل. وانه البعض كان بيتكلم ان فكره حل البرلمان ولو بشكل جزئي او بطلان جزئي ده امر صعب، الا انه النهارده شايفين اننا بلا برلمان، وان السلطه التشريعيه رجعت مره اخرى للمجلس العسكري. نعم. في بغير الصدمه دي في تساؤلات، يعني هل كده المجلس العسكري فعلا هيسلم السلطه في 30 يونيو؟ هل هيسلمها الرئيس بدون برلمان؟ هل التاسيسيه هتاتي؟ هل الانتخابات الرئاسيه فعلا هتكمل؟ كل دي تساؤلات بنحاول نلاقي اجابه عليها. بنحاول نتحرك في كذا صعيد، بنفكر ازاي هيكون في وجود في الشارع في الفتره الجايه. هل هننزل ميدان التحرير ولا هنكتفي بان احنا هننزل عند اللجان في الفتره الجايه عشان نحاول نمنع او نقطع الطريق على احمد شفيق من انه يوصل او لكرسي الرئاسه؟ ده على صعيد الشارع. على الصعيد القانوني، هل كده كل الامور انتهت ولا في اي طريق قانوني تاني ممكن نقيم من خلاله دعاوى او نطعن على اي شيء؟ كل دي امور بنبحثها دلوقتي. لكن حاسين انه في انقلاب عسكري على المسألة، انه النهارده السلطة التشريعية بعد ده كله وبعد وجود برلمان. ليه بتعتبرها انقلاب عسكري؟ ليه ما يعني هنا بتبص للحكم ازاي؟ يعني هذا حكم محكمة مستقلة، المحكمة الدستورية اعلى المحاكم في مصر، فبتشوفوا ازاي؟ ايه اللي دخل المجلس العسكري او انقلاب عسكري هنا؟ يعني التجهيزات اللي حصلت قبلها ب 24 ساعة وصدور القرار بتاع وزير العدل بمسألة انه التغطية القضائية وغيرها، بالاجواء دي بتحسسنا ان لا، المجلس العسكري كان يعرف بالحكم قبل صدوره. يعني مش عايزين نتكلم كتير في قصة القضاء، لكن هناك شعور ان الاحكام التي تصدر في هذه الايام هي كلها في صالح النظام القائم، وبالتالي احنا بنشعر ان هناك شبه انقلاب عسكري على الوضعية الحالية، واننا رجعنا تاني مربع صفر، وفي تمهيد كامل الى وصول احمد شفيق الى كرسي الرئاسه بعد احكام النهارده. وكل الاجواء واخدانا في السكه دي، انه اننا بعد عام ونصف لم نصنع اي شيء، ولا عندنا جهه تشريعيه بتمثل اي حد، ولا في لجنه تاسيسيه بتحط دستور، والانتخابات الرئاسيه واحد من اللي بيعيدوا فيها هم من ينتموا الى النظام السابق وكان احد اعمده النظام. يعني ما بتشوفش في اللي حصل في حل مجلس الشعب تحديدا يا استاذ طارق انه قد يكون فرصه لبدايه جديده وتاسيس دستور بشكل مختلف، ان يبقى في ايجابيه من السيء؟ يعني ما بتشوفش ده؟ يعني اذا كان في شيء جيد عايزين نبدا بيه بشكل سليم، انا رايي انه لو محتاجين نبدا بشكل سليم نرجع بقى للمربع صفر، نحط بقى الدستور الاول ويتم تاجيل انتخابات الرئاسه، طالما ان الامور كلها راحه في بدايه. لو قلنا ان من البدايه كانت الامور عك في عك، احنا محتاجين نبدا بدايه صحيحه سليمه المربع صفر، نبدا بقى باختيار لجنه تاسيسيه تحط دستور، الدستور ده يجيب رئيس ويجيب برلمان. لكن فكره استمرار الانتخابات الرئاسيه ويرجع تاني مش عارفين الانتخابات دي ممكن يحصل لها ايه، يعني ده برضو احنا استمرار للضبابيه الشديده اللي احنا ماشيين فيها. لو في خريطه طريق بتقول ان احنا هنبدا بلجنه تاسيسيه، يا ريت. اكيد دي البدايه الصحيحه السليمه اللي ممكن يتواجد دستور يجيب السلطات المختلفه، اكيد ده هيبقى شيء كويس. لكن لو استمرينا في انتخابات الرئاسه بالشكل ده واحنا مش عارفين التاسيسيه اللي جايه دي هتيجي ازاي او المجلس العسكري هيحطها ازاي، وبعد كده البرلمان هينتخب بعد سنه ولا الله اعلم هينتخب امتى، والرئيس هو اللي هيدير من غير برلمان موجود، ولا المجلس العسكري مكمل بعد 30 يونيو، كل دي تساؤلات عايزين رد عليها. لسه حتى الآن لم تحسموا أمر نزولكم إلى الميدان أو الميادين أو الشارع خلال الغد أو الأيام المقبلة؟ إن شاء الله خلال الأيام المقبلة أو حتى الساعات المقبلة مفيش أي قرارات لغاية النزول إلى أي مكان أو تحرك معين على الأرض. نعم، بشكرك جدا الأستاذ طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 إبريل. اتفضل سيدي، أنا آسف. الله يهمك. في أكتر من نقطة في الحقيقة. كلام الدكتور حسام عيسى وكلام طارق، إن الثورة دي إجراء غير تقليدي.
وتم التعامل معه بطريقه تقليديه. خد وهو بالك اجراء غير قانوني. الاستاذ دكتور حسام عيسى وهو بيتكلم عن قانون، وهو فقيه كبير. انا مش هتكلم عن قانون، انا هتكلم عن سياسه، هتكلم عن احساس سياسي بشكل عام. نعم. فذاك بقول لحضرتك سياسيا وليس قانونيا ان الثوره اجراء غير قانوني. نعم. يعني ما فيش قانون، ما فيش حاجه في الدستور بتنص على ما تيجي انك تعمل تكسر ثوره تعمل قوانين ايه، وتثور على نظام، وبالتالي هي اجراء غير قانوني، وهو اجراء غير تقليدي، وتم التعامل معه بطريقه تقليديه طبقا للقانون والدستور. نعم. لذلك مبارك قبل ما يمشي شكل لجنه، المشير اول ما مسك شكل لجنه، فمشي على نفس الخطى التقليديه وعدلنا الدستور. واحنا دلوقتي كلها مسائل قانونيه لا تخضع لقانون الثوره، اللي هو ايه؟ الثوره قامت لاهداف، بنقعد ونشوف اهداف الثوره وكيف نضع دستور او نشكل نظام يحقق اهداف الثوره، وليس طبقا للقانون. انا خرجت من اجراء غير تقليدي وغير قانوني للعوده الى القانون. القانون ده عندما نتفق على آلية لتحقيق أهداف الثورة. أنا أعتقد أنه سياسيا أيضا يجب إيقاف انتخابات الرئاسة. لا يمكن أبدا أن نجري انتخابات في ظل هذا التوتر. خلي الشعب يلتقط. طب ده ممكن بأنهي شرعية؟ يعني بشرعية إيه؟ خلاص بقى شرعية إلا الثورة. إذا كان هناك مخالفة دستورية زي ما الدكتور حسام عيسى بيقول. ففي هذه الحالة عندك مبرر دستوري ألا تتم الانتخابات الآن. أنا لست قانوني. نعم. لكن أنا متأكد أن في مخالفات دستورية في الانتخابات الرئاسية. إذا لم تكن في الإعلان الدستوري بأن لازم انتخاب برلمان ثم رئيس، أو من خلال بطلان البرلمان، وبالتالي كل من ترشح بسند من البرلمان فهو ترشيحه باطل، في أكثر من سند قانوني لبطلان الانتخابات. لكن أنا بقول لحضرتك سياسيا يجب أن تتوقف انتخابات الرئاسة، ويجب أن تلغى انتخابات الرئاسة، ويجب تلغى ولا تؤجل؟ لا تلغى، لا تلغى. الموجود الحالة ده يلغى تماما كده. دي دولة يعني بتتخيل ان انا اجي الصبح واقول تم الغاء العملية اللي تمت دي كلها؟ هل ده دستوري؟ هل ده اي حاجة؟ ما هو ده تم حضرتك في 11 فبراير، تم تعليق العمل بالدستور. ايوه دي كانت الثورة. يبقى انت كده بتتكلم. واحنا عندنا مكتسبات دلوقتي من الثورة. ما انا عايز اقول لحضرتك نقطة بقى. المجلس الاعلى للقوات المسلحة بيتعامل مع الموضوع من اول يوم في تستيف اوراق. انا عاوز اسلم السلطة، وبالتالي عاوز دستور وخلاص. يجي ازاي يعبر عن الثورة، يعبر عن اهداف الثورة، له اختصاصات محددة بدون اختصاصات، له صلاحيات بدون صلاحيات. انا عاوز برلمان وخلاص، وعاوز رئيس وبس. يعني خد بالك البرلمان انتخب بدون اختصاصات، ودخل في اشتباك مع الحكومة، ودخل اشتباك مع كل مؤسسات الدولة، لانه انتخب بدون صلاحيات. وانا في يوم في شهر اعتقد نوفمبر كنا في اجتماع، وسألت الفريق سمعان بوضوح: هل البرلمان القادم لديه صلاحية لتشكيل حكومة؟ قال لا. لديه صلاحية ما ده كان في الإعلان الدستوري. ما أنا بقول لحضرتك. في النهاية قلت له: طب إيه الداعي أن أنا أنتخب برلمان؟ ما أنتخب جمعية تأسيسية. ما نضع معايير وننتخب جمعية تأسيسية، طالما أن هذا البرلمان لن يكون له صلاحيات حقيقية إلا بعد وجود دستور. طيب ما هو أنا أخشى أن البعض يرى فيما تقول، وإذا سمحت لي بالتجاوز في التعبير، أنه يقودنا إلى حالة فوضى. يعني أجي الصبح أقول إيه؟ مفيش انتخابات يا جماعة، اللي حصل ده كله وهلغيه. وأنت النهاردة بتلغي، بتستند لقضاء وإلى محكمة دستورية، فنتعامل مع القضاء، فما يخالف الدستور يجب ألا يتم ولا يتم تجاوزه من أي جهة. وهي الوضع الحالي هناك فوضى أكثر من الوضع الحالي، فوضى قانونية، فوضى تشريعية، فوضى تنفيذية، فوضى سياسية، فوضى في كل شيء، فوضى سلوكية. في فوضى أكتر من اللي احنا فيه. لا بس احنا بنتكلم فوضى بالقانون. في حاجة اسمها فوضى بالقانون. انت بتراها فوضى، هو زحام واضطراب، ولكنه بالقانون. كل شيء قانوني، حد قادر يتكلم بيقول لك ده بالقانون. في النهاية المواطن اللي قاعد بيتفرج علينا عاوز لقمة العيش. ايوه، فهقول له الصبح الغي الانتخابات وانسى. ما احنا كلنا بقى لنا سنة ونص مشغولين بالاغلبيه في البرلمان والاستحواذ وانتخابات الرئاسه والاغلبيه في الدستور وسايبينه. هو فينا عايز ياكل. طب وانت دلوقتي هتوصله عاوز اقول لحضرتك، ما انا هقول لحضرتك انت بتزود المرحله طيب هقول لحضرتك، البرلمان اللي اتشكل ما عرفش يوفر له حاجه، وانا اؤكد لك بما لا يدع مجال للشك، الرئيس القادم لن يستطيع ان يفعل شيء. اذا نجح الدكتور مرسي انا اعتقد ان ده فخ، وان دي استدراج، لان الدكتور مرسي لن يستطيع ان يواجه كل الفساد اللي موجود في كل مؤسسات الدوله. هياخد وقت، وسيدفع فاتوره كل الاخطاء السياسيه من 11 فبراير وحتى الان. هيدفع ثمن كل شيء، لانه هيواجه المجلس العسكري، هيواجه الحكومات، هيواجه مؤسسات الدوله اللي كلها بتعج في الفساد. رئيس البرلمان لما انتخب وراح مجلس الشعب ما قدرش يشيل سامي مهران.
لما يجي وزير من الاخوان ويمسك الوزاره هيلاقي 500 سامي مهران موجود، مش هيقدر يشيله برضه عشان يقعد في دماغه انه بيتعلم منه. ما قدرش يشيله اكيد، لو كان لاقي ان في ما يبرر شيله كان شاله، ربما لا هو في استفاد مبررات منه. هو في مبررات يعني مش عايزين نخوض فيها دلوقتي. طيب انا مش هخوض في حاجه يعني، لكن عاوز اقول لحضرتك انه انا اعتقادي انه حتى نجاح الدكتور مرسي فخ هيدفع الاخوان فاتوره كل الاخطاء اللي تمت في المرحله الانتقاليه. ولو نجاح الفريق شفيق. خلينا نطلع فاصل طيب عشان ارجع اشوف بقى. طيب الدكتور مرسي فخ ولو مسك الرئاسه هيتبهدل. طب نشوف شفيق بقى هيقدر. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى من استوديو CBC بث مباشر. تداعيات حكمي المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه قانون العزل الذي اتاح الفريق شفيق استكمال انتخابات الرئاسه الجوله الثانيه السبت والاحد القادمين ان شاء الله، وبطلان انتخابات او قانون انتخابات مجلس الشعب، وبالتالي بطلان مجلس الشعب كله وحله والعوده الى المربع 0 مش 1. خلونا معانا بعض التليفونات من الساده المشاهدين. الاستاذ محمد من السعوديه. اهلا استاذ محمد. السلام عليكم استاذ خيري. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا عايز اقول لحضرتك ان انا مبسوط جدا بحل مجلس الشعب بامانه، لكن في نفس الوقت زعلان جدا من المجلس العسكري، ان المجلس العسكري هو اللي عمل فينا كل ده. نعم. هو اللي من البدايه خالص كان بينه وبين الاخوان شهر عسل دفعنا كلنا ثمنه. مش عارفين دلوقتي مجلس الشعب بقى هيحصل فيه ايه، انتخابات هتحصل فيها ايه. الناس هنا في السعوديه انت تعرف طبعا ان الاخوان خدوا اصوات كتير جدا، زعلانين بطريقه غير عاديه، زعلانين جدا جدا. الناس ما كانتش والله النهارده، مع ان انا مش من الاخوان يعني، لكن بوصف لك حاله الاخوان اللي هنا. نعم. كلهم بيلوموا المجلس العسكري. المجلس العسكري ضحك على مصر، مش عارفين لصالح مين، وفي الاخر خالص احنا اللي دفعنا الثمن في المليارات هتتعد على الانتخابات وناس ماتت ومظاهرات. انا مش عارف المجلس العسكري عايز ايه يعني انتوا عايزين من مصر ايه؟ يعني انا بتمنى ان المجلس العسكري يطلع النهارده ويقول لنا ان احنا على الاقل ناجل الانتخابات. سامع ان البرادعي بيقول كده لغايه ما نفهم، يعني نفهم احنا رايحين فين، مجلس الشعب ايه؟ لان انا شايف ان في تطورات جديده هتحصل، الشعب المصري ولا يدفع ثمنها للاسف يعني. نعم. بشكرك يا استاذ محمد على مداخلتك. الاستاذه سهير من القاهره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ خير؟ اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني انا حضرتك انا مش فاهمه الهجوم على المجلس العسكري بطريقه غريبه جدا. يعني بعد الثوره حضرتك لو تلاحظ ان هو كان واقف جنب الثوار، ما كانش قدامهم الا حزب واحد اللي هو مكون اللي هو الاخوان. فطبيعي ان هو كان هيقعد معاهم، لان بقيه الاحزاب كانوا رفضوا ان يقعدوا معاه. نعم. فكان يعني عنده ثقه ان برضو ان الاخوان ممكن يبقوا بيحبوا مصر وهيعملوا حاجه لمصر. نعم. حصل عكس كده. ما نقدرش نقول انه ما بيحبوش مصر، نقول في اختلافات سياسيه، اختلافات شديده، وكل الشعب المصري معلش يا استاذ خيري. نعم. حضرتك يعني احنا من الشعب المصري كل اخطاء الاخوان احنا اللي بندفع ثمنها دلوقتي، والحمد لله ان البرلمان ما كانش له صلاحيه، لانه من غير يعني بدون كان عنده صلاحيه هاجم المحكمه الدستوريه، هاجم القضاه، هاجم كل الناس. حتى في الحوارات اللي في التلفزيون ما بيديش فرصه للضيف انه يتكلم، بيتكلم هو بس. نعم. إذا نحن الآن الأستاذ محمد يرى أننا ندفع أخطاء المجلس العسكري، والأستاذة سهير بترى أن احنا بندفع ثمن أخطاء الإخوان. الأستاذ سيد من القاهرة، قول لنا أين تقف؟ يا أستاذ خيري أنا هقول لك الأول كلمتين. أنا ببساطة مطلقة بقال، يعني لا أنا راجل ومؤهل على راسي وأحسن ناس، وأنتوا الحكمة، مؤهل متوسط، أنتوا الحكمة. اتفضل. أتمنى الوحيد في أن يسمع صوت الحق من خلال برنامجك وحياديتك التي فاقت كل وصف، ولكن اسمح لي أن أطيل عليك وأسمع منك أي أسئلة للإجابة عليها. أنا مواطن مصري من عمق المجتمع، وأعيش بداخله وفوقه وأمامي وكل الأمور، يعني أمارس الحياة بكل معانيها. نعم. أقول لحضرتك ببساطة مطلقة،
لما نزل القانون اللي هو العدل لأي بني آدم يعيش على وجه مصر أن مجلس شعبنا الذي اخترناه وقبلناه أن يوافقوا عليه، فهذا يؤكد أن ليس عندهم مصداقية، أيضا ليس لديهم فكرة أو تخيل عن الأصول. مجلس شعب يصنع قانونا ليحدد من يدخل ومن يخرج دون أن يبحث في عمومية القانون والبحث في تأكيده، ويصنع الشخص. عادت بنا ترسية القوانين التي عانينا منها كثيرا. يأتي شخص اسمه حسام البخاري عندما يتكلم مع الأستاذة لميس الحديدي ليقول لها انت بتضحكي، انا عارفك بتضحكي، هل ستتدخلوا عندما نضحك؟ تحرمونا من الضحك ايضا، اتركونا وشأننا. عندما يأتي مرشح ويقول سوف لا نتدخل في اللبس، هو ناقص كمان يلبسونا ايه؟ هو احنا في مدرسة ابتدائي؟ يا راجل ده انا خايف اعلن تأييدي للشفيق او اعلن تأييدي للمرشح انه يفتروا علينا يعملوا معنا حاجات وحشه. ده دليل ببساطه مطلقه هذه المحكمه التي حدثت. وقبل اي شيء وانا اقول الاستاذ علاء الاسواني والاستاذ بلال فضل والاستاذ حمدي قنديل حنانيكم. انا هقول لك على خبر ما تصدقوش يا استاذ خيري، اقسم بالله تعالى حرق مقر شفيق انا اعرف قبل اليوم. احد اصدقائي الذين يشاركون في هذه الثوره التي قامت من اجل تحريرنا، ولكن قال لي بكره تشوف هيحصل حرق ايه. كلمته تاني يوم ومراتي قاعده قدامي، قلت له عيب يا استاذ فلان، وانا مستعد اقول لك اسمه. لا ما تقولش اسمه لو سمحت. عيب اللي بتعملوه دوت. مصر مش ناقصه المجلس العسكري. في حد يا استاذ خيري في الدنيا يضرب المجلس العسكري بالطوب؟ الخونه ما بيعملوش كده. تعالوا تجننا، انا هشوف بقى الثانيه يا راجل. اللي عملوه اقسم بالله تعالى لو كان لفظ الخونه يقال لكان قليلا مما حدث. بوس ايديكم، ارحموا مصر وعرفوا ان مصر بتعاني والثوره قامت فعلا طهرتنا من اكبر غبي انجبته البشريه. طب نشكركم انما ما فيش بعد كده مصر دات وديكتاتوريه تدخل في شتى ملاء حياتنا. يا راجل برضه في حد يا استاذ خيري يدا في مجلس الشعب؟ طيب احنا مش عايزين نستعيد او مجلس الشعب من فيه حل. بشكرك استاذ سيد من القاهره، مواطن مصري منفعل وبينقل احاسيسه بتلقائيه. الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه، اهلا وسهلا يا دكتور. مرحبا. اهلا بحضرتك. الله يحفظك ويبارك فيك. دكتور ياسر، كيف استقبلت حكمي اليوم؟ والله انا استقبلتهم بقلق واضطراب. انا خايف على مصر جامد جدا. خايف من ايه يا فندم؟ خايف من ان نرجع الى مربع صفر، خايف من الاضطراب، خايف من حاله عدم الاستقرار. احنا كنا ما صدقنا انه بقى في مجلس تشريعي وفي انتخابات رئاسه او شكت ان تتم ايا ما كانت النتائج بتاعتها، يبقى في استقرار، هيبقى في حكومه بعد كده. انا النهارده يعني هنقعد تاني. انا اتمنى طبعا ان نص الحكم اللي طلع بانه هو التلت بس هو اللي باطل، عشان يبقى في مؤسسه تشريعيه، ما يبقاش فيه ان احنا رجعنا تاني. حتى الان في اختلاف في التفسيرات. ما انا عارف. نعم. دي المشكله، ان الحكم نفسه يعني المجلس العسكري طبعا بقت امانه في عنقه مصلحه البلد. نعم. لان قراره يعني ممكن يعمل يعني ممكن احنا مدفوعين، ما ينفعش اصلا مجموعه تنظر من الجهه القانونيه المجرده. لابد من النظر يعني مع كده، لان في بدل في اختلاف في التفسيرات يبقى لابد ان يكون في مراعاه لمصلحه البلد. نعم. احنا داخلين على مجهول. ويعني انا طبعا بالتاكيد ان الدعايات الانتخابيه بيبقى فيها حده في الكلام، لكن احنا خايفين بلا شك، خايفين ان احنا نرجع من البدايه مره ثانيه، وكأن يعني الثوره السلميه اللي حصلت في مصر كأنها الناس صعبان عليها ان ما بقاش. يجب على الناس كلها والشعب ومؤسسات الدوله والمجلس العسكري حمايه هذه الثوره، لان يبقى الثمن فادح يعني. والله العظيم. يعني انا شايف طبعا سوريا واللي بيحصل فيها، وعرفت ليبيا واللي حصل فيها. نعم. ايضا القوى الثوريه، وايضا الاخوان المسلمين وحزب النور، وحضراتكم عليكم دور مهم في هذه المرحله. والله احنا يعني قضيه مصلحه مصر يعني هي مصلحتنا، هو ده ديننا في الحقيقه. يعني ديننا بيامرنا بالمحافظه على وطننا. فانا بتمنى يعني ارجو الله سبحانه وتعالى ان احنا اولا
لازم نكون يعني متكاتفين من اجل مصلحه البلد، وننسى حظوظنا الشخصيه ان شاء الله. يعني قضيه ان احنا نبقى بندور على نصيبنا، يعني احنا ممكن نتنازل عن نصيبنا اذا كان من مصلحه البلد كده، بس المهم ان ما يقعدش الظلم وما يقعدش الفساد. انا ما بتكلمش على اشخاص، ده كلام محترم جدا يا دكتور ياسر والله. على نظام. احنا عانينا من النظام. احنا طبعا يعني الاسلاميين بالتاكيد اكثر ناس عانوا من تشويه الصوره ومن الاضطهاد ومن السجن ومن التعذيب بحاجات صعبه جدا لا يمكن ان تمحى من ذاكرتنا لانها وقعت في حياتنا. فالامر ده مؤلم لينا جدا ان احنا نتصور ان ممكن النظام يعود. انا مش بتكلم ان في حد واحد يقدر يرجع كده، لكن لو البلد اضطربت يبقى في خطوره بالغه جدا. ولذلك انا بقول فيها هي امانه ندور. انا مش يعني انا بقول مثلا يا سامع المتصل السابق يعني ايه حاسس احنا بالتاكيد بنختلف مع بعض. انا مش عاجبني الاخوان، انا مش عاجبني شفيق، انا مش عاجبني مرسي، انا مش عاجبني ابو الفتوح، انا ايا ما كان انا في خصومه مع اي حد، بس لازم يبقى لنا قواعد نمشي عليها ما نتجاوزهاش. لازم يبقى لنا حدود معينه علشان ما نخسرش كلنا. يعني نبحث عن مساحات الاتفاق اللي بتجمعنا، وابسطها واهمها هو ارض هذا الوطن. انا بشكرك جدا دكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوه السلفيه. اخر تليفونين استاذ ممدوح من القاهره. اهلا استاذ ممدوح. اهلا بيك يا استاذ خير. اتفضل يا استاذ ممدوح. اسمح لي احييكم، بتفتحوا نافذه كده للاراء معاكم، يعني شيء جميل جدا. ربنا يخليك. اتفضل. وارجو منك طلب صغير جدا يا استاذ خيري، وهو ان اي متحدث كريم ما حدش يتكلم يقول 90% من الشعب المصري. نعم. ما حدش يتكلم ابدا باسم مجموع الشعب المصري، يقول انا ومجموعتي، يقول انا وحزبي، يقول انا واعضاء حزبي. ده يبقى شيء منطقي جدا. ما حدش يجرؤ انه يتكلم باسم ال 90 مليون ولا ال 85 مليون. نتفق على القاعده دي، ونرجو منكم انكم توجهوا الناس في دي. حاضر. يتكلم عن حزبه وعن نفسه، عن قواعده، عن مجموعته. لان النهارده اي حد يطلع يقول لك الشعب المصري كله كذا. نيجي بقى لحكم المحكمه الدستوريه سريع. ده حكم تاريخي بتاع مجلس الشعب. ليه؟ ده بيعيد الثوره لطريقها الصح. يعيد شباب الثوره انه يقدر يخش المجلس، انه يقدر يعمل صح، ما يقفش كده ويطلع في التلفزيونات وفي الافلام ويبقى هو السوق الاعلامي بس. لا، يقول له تعالى جات لك فرصه ثانيه اهو، ان المجلس ده هيذهب الى غير رجعه، وتعالى اشتغل واثبت ثوريتك واثبت انك بتحب وطنك. ده شيء مهم جدا للثوره. حاجه ثانيه مهمه يا استاذ خيري، حضرتك معايا؟ سامعك. حاجه ثانيه مهمه جدا، وهي النهارده ان بعض الساده اعضاء مجلس الشعب اللي خاب رجاهم خارجين على التلفزيونات بيقولوا الاتي: ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو السبب في بطلان ده. وانت حضرتك ناقشتهم ان الماده الخامسه من الاعلان الدستوري هم اللي صمموا عليها. نعم. بشكرك جدا استاذ ممدوح. ناخد مكالمتنا الاخيره الاستاذ احمد من القاهره. اهلا يا استاذ احمد. الو، مساء الخير يا استاذ خير. مساء الخير. طبعا بس انا هبعد عن الموضوع ده شويه. انا عايز اقول ان احنا مش عايزين نقف دايما ان احنا جبهتين، اللي معايا اللي مش معايا واللي ضدي مش معايا. احنا لو رجعنا ورا حرب 73 هنلاقي ان احنا انتصرنا، بس كانت في ال 40 سنه انهزامنا اللي احنا فيه دلوقتي، والاسرائيليين انهزموا بس هو في انتصارهم بنوا دوله في ال 40 سنه. فانا مش عايز اخد من الثوره ان هي كانت زي 73 ان انا انتصرت وبعدين برجع تاني خط بياني لورا. احنا عايزين انتصارنا ونتعلم الدرس القديم ونطلع لقدام. الاخوان لما كانت جماعه محظوره قبل الثوره استفادت من الثوره انها بقت جماعه معلنه، ما كانش عندها حزب، بقى عندها حزب. الحزب ده لما نزل مارس خد قلوبنا كلنا، رغم ان انا مش اخواني، بس قلت نائب رئيس الحزب مسيحي، اذا الناس دي معتدله، اذا بيلعبوا سياسه، اذا هيبقوا معانا. لما شفنا السلفيين شفنا دعوه اسلاميه جامده قوي ما كناش نعرفها، فقلنا الله ده الحزب بتاع الحريه والعداله اللي هو اخوان المسلمين ده معتدل، ده حاجه جميله جدا. طلعوا الوسطيين بالنسبه لنا فانكي اللي هو عصام سلطان، اعتبرناهم ان هم ناس بقى زي حالتنا. لما جم يمارسوا بجد ورونا العكس، شفنا نفس الاخطاء. انت ما تعرفش انا مين، انا عضو مجلس شعب يا ابن كذا، مش عارف ايه الله. يعني هي بس الوظائف هي والافراد هم بس الاسماء اتغيرت. فهم يقعدوا مع بعضيهم يشوفوا اخطائوا في ايه في حق الناس ديت، يجهزوا نفسهم لمرحله جديده. دايما البلد محتاجه جبهه مضاده ومحتاجه معارضه، يكونوا هم خلوهم من المعارضه القويه اللي دايما احنا عاملين حسابهم، او دايما احنا معاهم لما يكونوا هم الصح. المفروض نفكر بوزيتيف شويه، كفايانا نفكر ان احنا جبهتين، حاجه اسمها الاستاذ مرسي، حاجه اسمها الاستاذ شفيق. عايزين مصر بقى تشتغل، عايزين كلنا نرجع تاني نشتغل.
كل دوت بينا كلنا، هم بقوا موجودين بقوا امر واقع، ما بقوش زي الاول. مش لازم يخلوا نفسهم عدائيين عشان ما نضطرش ان احنا نعاديهم فيرجعوا زي الاول. بس شكرا. بشكرك جدا استاذ احمد. سيدي اكتر من نقطه. احنا انتهينا ب مرسي قلنا. طيب شفيق قبل ما مرسي مش هيقدر وفخ قبل ما ندخل على الدكتور على فريق شفيق زي ما قلت لحضرتك ان البرلمان انتخب بدون صلاحيات، كان شكله مسخه بالمنظر اللي احنا شفناه. نعم. هل الرئيس له صلاحيات؟ حتى هذه اللحظه ملوش صلاحيات. نعم. واضح. الا اذا تعملوا صلاحيات في اعلان دستوري. لا يعني صلاحيات الاعلان الدستوري ليست صلاحيات كامله. نعم. مش صلاحيات كامله. نعم. ماشي. وبالتالي ده اذا اخذها كلها ما فضلش جزء منها في يد المجلس العسكري المسلح. نعم. وبالتالي هيكون برضو الرئيس بالمنظر ده، وكل قرار هياخده هيلاقوا معارضين له، وهتلاقي طعن بعدم دستوريه وطعن امام المحكمه الاداريه. فانا مش معنى ذلك انه الدكتور مرسي ينسحب، لكن لو قدرنا ان احنا نجتمع نحن نوقف الانتخابات الرئاسيه دي لفتره حتى يلتقط الشعب انفاسه، ونستطيع ايه المانع ان احنا نلغي كل ما سبق. والله اقسم بالله في 1 اكتوبر قلتها للفريق سامع عنان، قلت له احنا ماشيين في طريق خطا، ومش عيب خالص ان احنا نخطئ، ومش عيب ان احنا نعترف باخطائنا ونقف نقطه نظام ونعيد رسم السياسه بشكل عام، لانك اذا عايز تفسد اي ثوره دخلها في انتخابات. الاستفتاءات والانتخابات تفسد الثورات، لانك بتطلعك وبتشتتك وبتشتت مجهودك. لذلك بقول لحضرتك الحكم النهارده مش هيبقى في رد فعل قوي، لانه في بعد بكره انتخابات. مين اللي هيسيب الانتخابات وصندوق الانتخابات والترتيب له والمندوبين ويبات قدامه ويبات بره ويروح يعمل تظاهره عشان ده هيبقى بيدمر وربما لحسابات سياسيه ايضا انك هتترك اثر سلبي فممكن تفقد اصوات. بالنسبه للفريق احمد شفيق، انا ارى من الشكل العام انه كل اللي بيقفوا معاه تقريبا او معظم الفريق المحيط به هم رموز في النظام السابق. نعم. وعاوز اقول بوضوح انه لن يسمح الشعب المصري، انا ما بتكلمش نحن كحزب مثلا ويشاركنا كثيرين في ذلك، منهم ناس من النظام السابق، لن يسمح بعوده النظام السابق. حتى نعم. فريق شان نفسه بيقول لن نسمح بعوده النظام السابق. محدش يعرف يرجعه، محدش يعرف يرجعه. وبعدين الشعب صاحي، يعني لو جيت تتعامل تاني بنفس الطريقه والصلف، اذا كان ما قبلوش من الاخوان اللي قضوا عمرهم كله في السجون، هيقبلوا تاني من النظام اللي جاث على صدره سنوات ثم رحل بثوره ضاع فيها عدد من الشباب سقطوا شهداء. فالنظام السابق لن يعود. الفريق شفيق بيدخل في صدام مع الإخوان، ونحن بنقول بوضع بصراحة لن نسمح أن يعود الإخوان جماعة محظورة مرة أخرى. نعم. لأننا لا نقبل أبدا أن يحظر أي مواطن مصري. لن تقبل استبداد ولن تقبل ظلم. بالضبط. هذه الثورة قام بها الشعب المصري، ويجب أن يستفيد منها كل الشعب المصري وليس فصيل بعينه. وده كان خلافنا مع الإخوان. الإخوان أخطأوا، لكن ليس معنى ذلك أن يحضروا أو أن هم وأمامهم الفرصة لتصويب أخطائهم. أمامهم الفرصة وأمامنا كلنا الفرصة في الحقيقة. فكرة التصالح والوطن يبقى يعني كل القوى الشعب. يبقى هي الفرصة ليست أمام الإخوان وحدهم، حتى أمام القوى السياسية. احنا كان وضعنا سيء. ما هو التيار المدني كله كان مفكك، كان مخزي. والأهم هو شباب الثورة، هو تيار الثورة اللي برضو كان مفكك، وعندنا 100 وشوية ائتلاف واتحاد، ولازم نجمع نفسنا. نعم. لأنه الثورة هتنجح يوم ما تتحول لمؤسسات، يوم ما يبقى عندي كل شباب الثورة وكل القائمين في الثورة انتظموا في صفوف يستطيعوا ان هم يقوموا بدور سياسي، يستطيعوا ان هم يقدموا صف تاني، يقدموا كوادر البلد، يجهزوا نفسهم لتولي مناصب قيادية. النقطة اللي بعد كده مهمة برضو، من خلال اجتماعاتنا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ودي نقطة مهمة، بشوف انه بيستمع قوي للإخوان، ربما أكتر مننا، أكتر من غيره. نعم. بيستمع. لذلك يمكن في الاجتماع الأخير ميلت على أحد أعضاء المجلس العسكري، وفي اللي كانوا الإخوان قاعدين دايما في الوش، حتى في القعدة بتلاقي دايما صف المجلس الأعلى للقوات المسلحة قاعدين في وشهم الإخوان والنور في وشهم، وبعدين احنا بقى على الأطراف كده، خدت بالك؟ أغلبية طب ما يعني مش في حتى في القعدة أغلبية. المهم مش وبعدين مثلا أنا عشان أتكلم ممكن أرفع إيدي مثلا نص ساعة، لكن من غير استئذان بيروح واخد السماعة الأخ أو بتاع حزب النور ويتكلم. طيب ما أنت كده هتخلي لازم عارف لو انا جيت اتكلم انا ما اديتكش الكلمه، طب مش معنى ده اديته الكلمه. طيب ممكن اعمل معاك نفس الشيء وادي الكلمه للدكتور صبحي صالح. مفيش مشكله. اهلا وسهلا دكتور صبحي. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، اقدر اقول النائب البرلماني ولا بعد حكم الدستوريه دلوقتي اقول القيادي الاخواني؟ ما تفرقش اللي تحبه. لا، ده انا اردت به فقط ان اسال عن الوضع القانوني الان للبرلمان. نعم، انا افهم مقصودك، ومع ذلك قلت لك اللي تحبه. انت شايف ايه؟ انا احب النائب البرلماني يا فندم. الله يبارك فيك. على اي حال، هو الحكم
النزاع شيء وما أعلنه نائب رئيس المحكمة شيء آخر. نعم. المعروض على المحكمة سؤال بمدى دستورية نص المادة الخامسة التي أجازت للأحزاب أن تنافس على الفردي. نعم. لكن اللي قاله نائب رئيس المحكمة بعد الحكم قال إن هذا الحكم يشمل كل المجلس، ويعتبر المجلس غير قائم قانونا بلا حاجة إلى آلية، وهذا الكلام يطرح عندي بحكم إن أنا بشتغل في المجال ده أن أطرح سؤالين. السؤال الأول النظام الانتخابي في مصر يجمع بين نظامين، نظام فردي ونظام قايمة، والقانون اختص القايمة بنظام واختص الفردي بنظام. فإذا أصاب عوار في النظام ألف ما ذنب النظام ب؟ يعني كيف انسحب عوار ألف على ب؟ ألا يوجد أي تأثير في العملية الانتخابية؟ المفروض إطلاقا، لأن حضرتك عارف إن الفردي نظام والقايمة نظام. نعم، بس إذا كان الفردي بيمثل حزب والحزب له قايمة في هذه المنطقة فهو حرم آخر مستقل وكان دعمه أكبر. ما هو الصحيح إنه يبطل له الفردي بتاعه باعتبار إن العوار في الفردي. نعم. لكن ما ذنب القايمة، خاصة إن الدوائر في الفردي مختلفة عن الدوائر في القايمة. فالنظام من حيث طريقة الانتخاب يعني مثلا القايمة ملهاش إعادة، الفردي له إعادة، القايمة دايرة متسعة، الفرد دايرته أضيق، الفردي القايمة بياخد عمال وفلاحين بالترتيب فممكن ينجح الأول فياخد الثاني، الفردي ليس فيه هذا وهكذا. النظامين مختلفين تماما من الناحية القانونية ومن الناحية السياسية ومن الناحية الجغرافية. فإذا أصاب عوار النظام الفردي فما ذنب نظام القائمة؟ هذه واحدة. نعم. الثانية أن النزاع المعروض على المحكمة نزاع سؤال محال من المحكمة الإدارية العليا، وليست محكمة الدستورية محكمة موضوع ولا محكمة وقائع، ده محكمة رقابة على دستورية قانون. فالمحكمة الإدارية العليا باعتبارها لا تختص بدستورية القانون أحالت الشق الدستوري على الدستورية حتى تقول رأيها. المفروض قانونا ان النزاع بيعاد مرة اخرى الى المحكمة الموضوع لاستكمال نظر الوقائع، باعتبار ان محكمة الموضوع انا ممكن اخسر الشق الدستوري بس اكسب من شق اخر. انت عارف النظر في الموضوع بتتعدد فيه وسائل الدفاع والدفوع. نعم. فالمحكمة تصدت في غير المعروض عليها. الامر الثالث ان المحكمة ليس من سلطتها هذا ولا من حقها التصدي لجزء اخر حتى لو كان متصلا فترى عدم دستوريته فتنظر فيه. ما هو ده السؤال الاول، ما وجه الاتصال؟ يعني انا في الاول قلت ان الانتخابات نظامين، فانت بتبحث نظام اصابه عوار، ابحثه من الالف للياء، لا باس ولا حرج عليك في هذا. لكن نعم. الدخول على منطقه اخرى مش معروضه هو ده الكلام. الامر الثالث ان المحكمه الدستوريه بتقول اصبح المجلس غير قائم قانونا بغير حاجه الى قرار. ده في انهي نظام سياسي في العالم؟ في انهي نظام قانوني في العالم انه سلطه تلغي سلطه؟ في سلطه تلغي سلطه؟ احنا نعرف ان السلطات الثلاث متساويه، فوقهم رئيس الدوله وظيفته حكم بين السلطات ويراعي التنسيق والتعاون بين السلطات، لكن سلطه تلغي سلطه وكانه قلب مفهوم المخالفه من حق مجلس الشعب يطلع قانون بمحو المحكمه الدستوريه من الوجود، زي المحكمه الدستوريه تطلع حكم بمحو مجلس الشعب من الوجود. هذا كلام يتعارض مع مبدا الفصل بين السلطات، يتعارض بمبدا الحكم بين السلطات، يتجاوز حدود دستورية رقابة دستورية القوانين، ولكنه أصبح واقعا يا دكتور صبحي. صحيح. ففي هذه الواقعية تفرض إيه؟ أنا معجب جدا بإدراكك السريع للمسائل، رائع جدا. نحن نتعامل إذا مع واقع ومحدش يقول لي حكم قضائي، ده واقع. نعم. هذا الواقع أشار إليه رئيس مجلس الشعب من شهرين، قال أنا اتقال لي في حضور الفريق سامي عنان إن قرار الحل في الدرج وكان الملف ما اتفتحش. إذا نحن نتعامل مع واقع نعرفه سلفا، ولذلك لم نفاجأ اليوم لأن رئيس مجلس الشعب قال من على المنصة قدام. هو أنت خدت الواقع بتاعي مختلف شوية عن واقعك يا دكتور. أنا كنت بتكلم على أنه واقع قانوني خلاص، ده حكم دستوري فخلاص. أنا بتعامل معك كواقع سياسي نفينا إليه من شهرين أو هددنا به من شهرين. نعم. ولذلك مجلس الشعب مش بتاعنا، مش بتاع الإخوان، مش بتاع الحرية والعدالة، مش بتاع أي حد قاعد جواه. مجلس الشعب مضاف ومضاف إليه، يعني هو ملك مملوك للشعب ينتجه الشعب ويعبر عن إرادة الشعب. فالآن عندما تلغى إرادة الشعب تصبح الكرة في ملعب. هل أصبح غير موجود الآن؟ يعني لا يوجد اجتماعات في البرلمان هتجتمعوا تتناقشوا تقرروا ولا خلاص؟ رأيي نعم. رأيي ألا نذهب. ألا تذهبوا؟ رأيي ألا نذهب. هل هناك آراء بالذهاب؟ الصحيح الآن إلى الشعب.
هل هناك قرار بالذهاب؟ البعض يفكر في الذهاب الى البرلمان. لا زالت الاجتماعات مستمره. لا زالت الاجتماعات مستمره. الاجتماعات مستمره والاحزاب بتتواصل حتى يقرروا قرارهم، لكن انا رايي الشخصي الا نذهب الى هذا المكان ونذهب الى الدوائر التي انتجت. بشكرك جدا دكتور صبحي صالح، القيادي الاخواني والنائب البرلماني عن حزب الحريه والعداله. معايا الدكتور محمد ابو حامد النائب البرلماني والذي كان سعيدا بحكم المحكمه. اهلا يا دكتور. اهلا بيك. بقى مفيش نائب برلماني خلاص يا أصلاً. خلاص كده اقدر اقول لك يا دكتور محمد وخلاص ملناش دعوه، المرشح للانتخابات البرلمانيه ان شاء الله ربنا يصلح الحال باذن الله. دكتور محمد، كيف ترى تداعيات الحكم حتى الان؟ احنا اتكلمنا الصبح ولكن كان قبل الحكم، الان بعد الحكم. والله انا زي ما قلت لحضرتك انه يعني العجيب، وما اعرفش الساده المشاهدين سمعوا الكلام ده ولا لا، انه لما كان بيصاغ قانون الانتخابات اللي كان مصمم ومصر انه الانتخابات على الفرد يدخل فيها الاحزاب وخلى الاجتماع الضغط عليه عشان يضاف الكلام ده للقانون، كان الدكتور محمد مرسي رئيس الحريه والعداله. وسبحان الله هو اللي يعني ده السبب اللي طعن بيه على دستوريه القانون، وبالتالي تم حل البرلمان. انا بختلف مع الزميل العزيز صبحي صالح في فكره انه المحكمه اتحركت من الف لباء زي ما تفضل وقال. لما المحكمه بتتكلم عن دستوريه قانون من عدمه، كونها اتكلمت عن الموضع اللي فيه عدم الدستوريه لا يعني انها هتقول ان نص القانون يمر والنص الثاني ما يمرش، وانما هي المحكمه ركزت على الموضع اللي فيه الخلل الدستوري وذكرته عشان تقول ان هذا القانون غير دستوري، وبالتالي ما بني عليه عموما غير دستوري. واظن انه يعني استاذنا صبحي صالح اكيد يعلم المعلومه دي جيدا يعني. نعم. الحاجه الثانيه، انا من الناس اللي سعيد جدا بالحل اللي حصل ده، وشايف انه البرلمان لم يكن معبرا زي ما قلت لحضرتك الصبح يعني عن الشعب المصري، وانه السلطه القضائيه انا شايف انها اتعاملت بمنتهى الشجاعه وبمنتهى القوه، ولم تخضع لا لضغوطات شعبيه ولا لضغوطات سياسيه، زي ما جه في التصريح اللي قاله المستشار بجاتو امبارح في المؤتمر الصحفي اللي عقده يعني. نعم. الحقيقه اذا احنا عايزين نعلي دوله القانون وسياده القانون، زي ما هو كان لسه الاستاذ صبحي صالح بيتكلم على ان البرلمان ملك الشعب، هي سياده القانون هي الضمانه لكل الشعب، ولابد ان الشعب يحترم حاجتين: يحترم اراده غيره لما يختاره فما ينزلش ضد اختيار شعب، ويحترم احكام القضاء، لان غير احكام القضاء هيتحول الامر لغابه وهيهلك الجميع. انا شايف انه ممكن تحصل مسيرات وما اعرفش مظاهرات وكذا، لكن على قدر صمود الشعب في فكره احترام هذا الحكم، على قدر ما هنحترم دوله القانون. بشكرك جدا دكتور محمد ابو حامد اللي كان نائب برلماني وبيستعد للجوله القادمه. دكتور في جمله اخيره علشان لازم اخرج الاذان والوقت. جمله اخيره؟ طيب احنا كنا وصلنا لأن المجلس بيستمع الإخوان، دي أنا شفتها في الحقيقة، وده ليست عيبا لا في المجلس ولا في الإخوان. نعم. لأن أنا سألت بالفعل أحد أعضاء المجلس الأعلى، قلت له أنا حاسس إن في ود كده وفي تفاهم يعني مع الإخوان، وإحنا كنا واقفين ساعتها يوم الخميس اللي فات على عضو في الجمعية التأسيسية، يعني حوالي 4 ساعات يمكن بنتكلم على عضو. المشير طول ال4 ساعات بيضغط علينا عشان نخلص ونتنازع عن العضو، مع انه ما وجهش اي ضغوط على الاخوان ان هم يسيبوا العضو ده من ناحيته. فقلت له يعني ينفع الكلام ده؟ قال جمله تلخص لنا القصه ماشيه ازاي، وبعدين اقول لحضرتك النتيجه ايه. قال احنا مش عاوزين نضغط على الاخوان، ده كلام واضح اهو، حتى لا يفهم ذلك امام الراي العام اننا نقف ضد اراده الشعب المصري، ولا اننا نلتف على صندوق الانتخابات، وعاوزين نوصل للجمهور ان احنا بنحترم ارادته ونحترم رغبته، وان لو جاب لنا ايه احنا هنقف معاه وهنساعده وهندعمه. هي دي الرساله اللي المجلس عايز يوصلها. انا من وجهه نظري بقى التحرير ده استدراج للاخوان. يعني ايه الكلام ده يكون في يساعدك على الغلط يعني ايه؟ لا، الكلام ده في اللي قبل كده كله هو شايف شغف الاخوان في الاستحواذ على السلطه، او شغفهم في انهم ياخدوا الاغلبيه في البرلمان، او يستحوذوا على البرلمان، او مستعجلين قوي على البرلمان، او قبل كده بشويه التعديلات الدستوريه ان هم عاوزين برلمان الاول، لانه البرلمان ده يعني ايه هنسيطر عليه بسرعه وبعدين نطلع دستور. براحتك مفيش مشكله. خلاص كده؟ لا انا ما اكمل. لا انا الوقت لازم اطلع عشان الاذان، احنا وقتنا خلص. وقتنا خلص. طيب خلاص، شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك جدا على وقتك وعلى رؤيتك، ومعكم كل ليلة وكل حدث ومصر عامرة بالأحداث ستجدون بث مباشر استوديو خاص
ما وراناش حاجة غير اننا نتابع معكم. نحن في خدمتكم دائما وفي خدمة مصر. نتمنى ان تكون مصر بخير ونجتمع جميعا على خيرها وحبها، والى اللقاء.